شباب ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ ممكن نتعرف في الاول كده عقبال ما الجروب كله يكمل. ممكن حد كده يقول لنا هو شغال في انهي مستشفى وسمع المحاضرتين الاولانيين ولا لا، ومدى الصعوبة اللي واجهها، توقعاته من الكورس، عايز يشتغل ايه في النيكيو ولا بيكيو ولا ايه القصة؟ انا كده بشوف هو عامل لكم ميوت ولا ايه؟ سامعيني كده يا شباب؟ ممكن اللي طب اللي عنده اي مشاكل في المحاضرتين الاولانيين دول، ممكن يقول لي كده كان انهي جزء اصعب جزء بالنسبه له في الفهم، عشان طبعا التطبيق العملي يوم الجمعه مع دكتور حسين هيبقى اسهل بكتير لو انت فاهم المقدمه النظري البسيطه دي. وان شاء الله في المحاضرات الجايه هيبقى في تكمله للاجزاء النظري اللي ليها ارتباط بالايكو، عشان يبقى الموضوع بالنسبه لنا بسيط. حد عنده استفسارات كده في المحاضره الاولانيه؟ طيب نبدا كده مع بعض. سامعيني يا شباب؟ انتوا allowed to unmute، يعني ممكن حد كده، دكتور فارس. ايوه يا دكتور طيب محمد. معايا. تمام يا دكتور فارس، هنبدأ بحضرتك كده تقول لي سمعت المحاضرتين الأولى والثانية؟ والله سمعتوه من فتره يا بيه، طيب من قول لي حوالي كده. شهر ونص. من شهر ونص، ما شاء الله. طب كويس. طب قول لي كده ايه الجزء اللي كان فيه صعوبة كبيرة وانت بتسمعه، حاسس ان هو تقيل جدا او محتاج توضيح في المحاضرتين الأولى والثانية، اللي كان والله لهم يعني علاقة بالجروب والبيزكس والحاجات اللي ليها علاقه بالاناتومي؟ هم المحاضرتين اصعب محاضرتين على فكره، هم اول وثاني محاضره. والله يا بيه هي البيزك الحمد لله يعني لحد ما كانت مقبوله جدا، يعني ما بما اننا بنشتغل بقالنا فتره يعني في البيزك، فالموضوع مقبول كبيزك، ما كانش تمام. فيه اي صعوبه الحمد لله يعني، والفيوز كويسه جدا الحمد لله. يعني شايف تمام. الفيوز صعوبتها هيبقى في العملي اكتر منه في النظر يعني. تمام. المحاضره الثانيه اظن كان مش متذكر، المحاضره الثانيه كانت شمس ليجن تقريبا، مش فاكر والله يعني. المحاضره الثانيه كان مش فيها متذكر. جزء من السيجمنتال كده، الاناتومي، شويه اناتومي، الدور يعني شويه الاسبريشن كده لبعض المصطلحات اللي موجوده هنقابلها بعد كده. فطب لا خلينا في لا. المحاضره الاولى. قول لي مم. طيب، انت فارس شغال فين، وخبراتك في المجال الرعايه ولا نيكي ولا كارديولوجي، والله يا وتوقعاتك بيه من انا مدرس مساعد كارديولوجي في جامعه الازهر. ادلت ولا بيدياتريك؟ لا انا ادلت كارديولوجي. تمام، ايوه كويس جدا. هتستفيد جدا، هتستفيد جدا معانا ان شاء الله، ان شاء الله والموضوع باذن الله. سيمبل واي، ما تقلقش. ان شاء الله باذن الله يا بيه. نورنا دكتور فارس، وان شاء الله يعني في نهايه الكورس يبقى الاستفاده القصوى لحضرتك باذن الله. الله يكرمك يا شيخ محمد، الله يكرمك. دكتوره منى معايا؟ دكتوره منى شحاته؟ طيب انت معانا دكتوره منى؟ طيب دكتوره اسماء؟ دكتوره اسماء معايا؟ طب يا شباب، دكتوره وفاء؟ طيب مين عنده استفسارات؟ ايه انهي جزء كان صعب في الجزء النظري المحاضره الاولى والثانيه؟ انا كده كده هنفرهم سريعا كده واقول لكم التكات اللي فيهم، ماشي؟ بس يهمنا اعرف لو في جزء او اكتر كانت محتاجين توضيح اكتر في الشرح.
خلينا عشان ما نضيعش وقت، خلينا نعمل شير كده. كده السكرين واضحه بالنسبه لكم؟ تمام. السكرين اللي فيها البي دي اف باينه؟ تمام. اوكي. طيب احنا اول محاضره يا شباب هي يعني دي ابسط طريقه ممكن تتعمل بيها. هي اتكلمت الاول على انواع البروبس، وان احنا عندنا فرايتيز للبروبس، وازاي البروب بينعكس على الشاشه زي ما سمعت في الفيديو. الاهم نقطه في البروب اللي هي الريدج اللي انتم شايفينه في الصوره ده. ساعات في بعض الاجهزه بيبقى في كمان لمبه، هو ده اللي بنتكلم عليه، بنسميه الماركر او النوب. عشان في العمل لما دكتور حسين يقول لك خلي النوب عند الساعه 12 او عند الساعه 3 عند الساعه 6 عند الساعه وات ايفر، تبقى عارف انت بتحرك ايه بالظبط. هو ده اهم نقطه في القصه دي. ساعات بنستخدم سبيشال بوزيشن زي ما اتكلمنا في المحاضره. لو العيان اوبيز او العيان كبير شويه ممكن يخليه ينام يميل ناحيه الشمال، فالقلب يقرب من ايه، من منك. خلينا بس اعمل كده ايربلين. طيب وبعد كده اتكلمنا عن البروب مانيبيوليشن، وازاي نقدر نعمل شويه بوزيشن وتلتنج وانجليشن. في اصوات. تمام كده يا شباب. طيب فهنكمل مع بعض. اتكلمنا في الجزء ده في المحاضره في الفيديو على الاوضاع بتاعه البروب، ولما اقول لك اعمل سلايدنج معناها ان انت بتحرك مكان البروب. تلتنج بتعمل تغير الانجل. روتيشن بتغير الدايره، يعني كانك بتتخيل ان في ساعه وتعمل روتيشن كلوك وايز في اتجاه عقارب الساعه او انتي كلوك وايز. ودي في العملي قوي مع دكتور حسين ان شاء الله هتبقى واضحه. السلايدنج ممكن يبقى لفوق ولتحت يمين وشمال، وفي تكه هنا في التلتنج. لما اقول لك اعمل انتيريور تلتنج، اتجاه ايدك بيبقى عكس الكلمه اللي انا بقولها. فلما اقول لك اعمل انتيريور تلتنج، ايدك هتتحرك لورا، عشان التلتنج ده بيبقى للشعاع اللي حضرتك شايفه جوه صدر العيان. وده بيختلف او يتنافى مع حركه البروب. بعد كده اتكلمنا في الفيديو الاولاني على الماشين والمكونات بتاعتها، وازاي الصوره بتنعكس لينا في الاخر. واتكلمنا كمان ان احنا الصوره مش ما نرضاش بالكواليتي بتاعتها، نحاول نحسنها قدر الامكان، ومش لازم نسودها قوي فالاستراكشرز يختفي، او نخليها بيضه قوي فيبان لنا كأن جوه الكافيتي فيه ثرومبس او ماس. واتكلمنا شويه فيزيكس كده ماشي، وقلنا ان على حسب قوه الاستراكشر الانعكاسيه انها تنعكس لي الاشعه. لو هو السيرفيس ده زي بريكارديوم او حاجه بون او حاجه زي كده، هيبان لي ابيض عشان هو سترونج ريفلكتور. لو هو سوفت تيشو بيبقى ويك ريفلكتور فيبان لي جراي، تمام زي الميوكارديوم. لكن لو هو اير مثلا او بلاد بيبقى ده مفيش ريفليكشن فيبان لي بلاك. وده يوضح لنا ليه البريكارديوم بيبان ابيض، الميوكارديوم بيبان جراي، والدم بيبان اسود. ماشي. واتكلمنا شويه فيزيكس في المنطقه دي ما تهمنيش قوي. اهم حاجه هنا في الجزء ده من المحاضره كان الجزئيه بتاعه الام مود. الام مود مهمه جدا عشان هو بيوريني الاستراكشر اجينست تايم. فلما جينا نشوفه في الفانكشن، السبتم اللي فوق دي والبوستيريور اللي تحت دي بيقربوا من بعض زي ما حضراتكم شايفين هنا في السيستول، ويبعدوا في الدايستول. الجهاز مبرمج بطريقه او باخرى ان انا لما بقيس الدايمتر في الدايستول والدايمتر في السيستول بيحسب المعادله
ويطلع لي الايجكشن فراكشن والفراكشنال شورتنج اللي هنتدرب عليهم في العملي مع بعض. ماشي. بعد كده اتكلمنا ايه الفرق بين الصوره 2 دي، الصوره الابيض والاسود، وازاي البروب ده جواه كريستالات، كل جزء منه بيطلع شعاع زي ما حضراتكم شايفين هنا. لو كل دوت من دول عباره عن سيكتور او كريستاله بتطلع شعاع، الشعاع الاسود ده بيروح ينقل صوره للجزء اللي قدامه، فبنترجمها وبنختصرها حاجه اسمها فاير اند ليسن. بيفاير وبعد كده يلسن يعكس الصوره. الصوره ممكن تطلع لي بكواليتي وحشه قوي زي دي، لكن على حسب جوده البروب والجهاز واختلاف السوفت وير، في انواع ريزوليوشن اللي هي سمعنا عنها في المحاضره. يهمني الاختصار بتاعها الاكزيال ريزوليوشن، اللي بيشوف نقطتين على نفس المسار ورا بعض، يعني في نفس في المسار بتاع الاشعه. ماشي. وطبعا كل ما الفريكونسي بتاعه البروب احسن، الاكزيال ريزوليوشن يبقى افضل. عشان كده البروبات بتاعه النيونيتس عليها فريكونسي عاليه، تلاقي البروب مثلا مكتوب عليه 6 12. البروبس بتاعه الادلت مكتوب عليها 3 1 3، حاجات زي كده. لان في النيونيت الفريكونسي بتبقى عاليه، فيبين لك صوره، تلاقي الصوره جميله، تحس ان الهارت مرسوم، الارش مرسوم. تمام. طبعا الميزه دي موجوده في النيونيت لان هم الدايمتر اللي الاشعه بتتحرك فيه صغير، فما يهمكش قوي حتى لو حصل سكاترنج الاشعه بعد كده، الويتس بتاع الشيست كله او الهارت كله بيبقى بان معاك. اللاترال ريزوليوشن هي العكس بقى، ازاي تشوف نقطتين جنب بعض مش قصاد بعض. ماشي. واتكلمنا بعد كده ازاي نحسن كواليتي الصوره. ما تشوفش يا جماعه الصوره صغيره كده والدبس مدخل معاك في الصوره حاجات ملهاش لازمه، بيأثر على كواليتي الصوره. لان انت الاشعه بدل ما تطلب منها مهمه انها تقيس لك، تصور لك القلب بس، انت طالب منها تصور لك القلب والدايفرام واللانجو. طبعا الكواليتي الصوره بتبقى وحشه. اما تغير الصوره وتعملها بالشكل ده، الكواليتي بتاعت الصوره بتتحسن. الجين زي ما قلت لك هو كانك بتخلي الصوره اكثر بياضا او اكثر سوادا. طبعا انا مش عايزها تمسح الفالفز، ولا عايزها بيقدر انها تخلي فيه ستراكشرز جوه الهارت مش حقيقيه، بنسميها ارتيفاكت. تمام. يبقى بنلعب في الدبس اول ما بنظبط الصوره، وبنلعب في الجين بحيث ان الفالفز تبقى باينه والميوكارديوم باين، والصوره بالنسبه لعينك ما فيهاش ارتيفاكت. ماشي. دي قصه البنتريشن والفريكونسي. ملخصها السلايد دي ان انت لو عندك نيونيت تختار فريكونسي عالي، لو عندك حد كبير وعندك بروبات مختلفه في الجهاز تختار فريكونسي قليل. طيب دخلنا في الجزء الثاني في المحاضره دي اللي سمعها في الجزئيه بتاعه الفرق بين ال 2 دي ايمج والسبكترال. عشان نسهلهم، دي طريقه سهله قوي، ان ال 2 دي بيبين اناتومي، وكل ما تبقى انت بيربنديكولار على الجزء اللي عايز تشوفه يبان احسن. وده واقعي، انت عايز تشوف حد تشوفه فيس تو فيس يبان لك التفاصيل بتاعته. كل ما تمشي انجل ما تبانلكش الاستراكشر ده بتفاصيل كامله. فال2 دي اللي هو الاناتومي لازم تبقى بيربنديكولار بيصور التيشوز. طب الدوبلر بقى، هل الدوبلر زي القصه دي؟ لا، الدوبلر عشان ابسطها لكم هو منافي للقصه دي. لو انت عندك حتتين على نفس الخط، وعشان تشوف فرق الضغط ما بينهم لازم الاثنين يترسموا في نفس الخط بتاعك، فلازم النقطتين دول تقطعهم بالشعاع بتاعك، فانت هتبقى باراليل عشان تشوف فرق الضغط بين نقطه الف والنقطه ب. ماشي. وتشوف الجريدينت عندك بالمونري ستينوزيس الار في مثلا، والبلمونري فالف والبلمونري ارت، لازم الثلاثه دول يبقوا على نفس الخط. كل ما تبقى مايل انت بتطلع رقم اقل، انت لان في معادله بتاعه الدوبلر بدون الدخول في تفاصيلها. وقلنا بعد كده انواع الفلو، المنطقه دي بتاعه البرنولي ايكويشن، يهمني تعرف المعادله اللي في الاخر دي اللي هي 4 في الفيلوسيتي سكويرد. يعني لو انت عندك الجهاز قديم شويه ما بيطلعش فرق الضغط في الترايكاسبيد ريجيرج، قصه زي كده، وبيطلع لك فيلوسيتي، بيطلع لك في، انت بالاله الحاسبه تربع الفي وتضربها في 4 يطلع لك البريشر جريدينت. وقلنا الفرق في نفس المحاضره بين البالسد والكونتينوس. كان اهم ما يميز البالسد ان هو كريستاله واحده بتبث الاشعه وتستقبلها، فكان عنده بيفاير فور وايل ويلسن فور وايل. طبعا
ما يقدرش يصور لك الجريدينتس العاليه. لو انت عندك اورتيك ستينوز، بالمونري ستينوز، جريدينت 50 60 70، طبعا البلس ده هتلاقيه عمل لك اليزنج، مش هيجيبها. هو كريستاله واحده بتطلق شعاع تصور منطقه معينه، ماشي، انت حاطط عليها علامه يساوي، ليه بيسميها سامبل فوليوم، تمام، ويرجع يديك التفاصيل دي بتاعه المنطقه دي بدون الدخول في تفاصيل المناطق المجاوره. يعني لو انت عندك حاطط علامه يساوي دي على الفالف والوال يا دكتور أنت سامعنا؟ دكتور هو مفيش صوت يا جماعة، مفيش صوت خالص، بقالنا 5 دقايق. والدكتور عمال بيشرح من بك.
الأورجنايزرز بعد إذنكم، مفيش سكرين ومفيش صوت موجود دلوقتي، داخلين في 7 دقايق. شباب، انا طلعت ودخلت تاني عشان قالوا لي صوت مش موجود. اكتبوا لي كده بس من انهي سلايد او من انهي حته الصوت كان فيه مشكله. من البلس illustration يا دكتور. من اول البالسد ويف. اه اوكي طيب ماشي. مصطفى دخلني كده كهوست عشان اعرف اشير السكرين. طيب انتوا فاتحين قدامكم السلايدز؟ طيب اكمل انا هو مش عارف، هو مش راضي يدخلني هنا هوست. لا، هو مفيش سلايدز شيرد لسه. اه احنا مش محتاجين السلايدز يا دكتور محمد، ممكن حضرتك تكلمنا، احنا كلنا معظمنا سمعنا المحاضرات يعني،
طيب بصمم كويس. عليكم بس كفايه يعني، يعني مش لازم سلايد. الله يكرمك. طب خلاص، خلينا احنا كنا بنتكلم علامه يساوي سريع. بتاعت البالسد كده، سامعني كويس صح؟ الصوت كويس كده. طيب، فعلامه يساوي بتاعت البالسد احنا كنا بنتكلم عليها، هي بتعرفني مكان الاوبستراكشن لو انا شاكك في فالفولار او سوبرا فالفولار او سوبرا فالفولار. وده اهميه البلسد القصوى بالنسبه لي. عيوبه ان هو لو انت الفيلوسيتي او البريشر جريدينت عالي، هيديك الوان هيديك اليزن. انا بقول لكم معلومه ان الكلر هو عباره عن بلسد. يعني انت عشان لو انت حطيت كلر على حته لقيت فيها اليزن او تيربلنس، ماشي، كانك حطيت بلسد بالظبط وبدا فيه اليزن. فالكلر هو نوع من البلسد ويف. طب الكونتينوس ويف يقدر يقيس لك اي جريدينت. يعني انت عندك اورتيك ستينوز، بالمونر ستينوز، جريدينت عالي واطي مفيش مشكله، والقصه كلها بتبقى مفيش فيها مشكله، بس ما يقدرش يحدد لك مكان الاوبستراكشن. عايز تشوف مكان الاوبستراكشن، عندك طريقتين: تفتح بال2 دي وتبص انهي حته نارو وتشوف شكل الفالف، ودي مهمه جدا. يعني ساعات تبقى انت شاكك في فالفولار ستينوزيس او سوبرا فالفولار او سب فالفولار، فتشيل الكلر خالص وتتفرج على الصوره اناتومي، تلاقي الفالف مش بيفتح، خلاص اتس فالفولار. او تلاقي الحته اللي فوق الفالف نارو، زي ما نقول في محاضره مخصوص بعد كده للاوت فلو ليجنز والفالفولار ستينوزيس، هنسهلها جدا ان شاء الله، تبقى الموضوع بسيط. بعد كده اتكلمنا في المحاضره عن الاورينتيشن بتاع القلب والاكسس والفيوهات اللي احنا اتكلمنا عليها، الباراسترنال لونج وشورت اكسس. تمام. وبعد كده اتكلمنا على الابيكال 4 تشامبر والفايف تشامبر والسب كوستال واهميته، وخصوصا في الاي سي يو، الاي بي سي والبيريكارديال افيوجن والتامبونات. بعد كده السوبرا ستيرنال هنتعلمها باتقان جامد جدا، لانها بتطلع لنا مشاكل الارش، وبتطلع لنا البي دي اي، وكمان لو في العيان عنده فينس اوبستراكشن، لو العيان في الاي سي يو او الان اي سي يو، هناخد محاضره مخصوصه عن كده. لو عنده ثرومبس في الاس بي سي وثرومبس في الرايت اتريوم، عنده بايلاترال سوبيري فينا كافا، هنعرف ازاي نجيبها. الحاجات دي كلها بالنسبه لنا توتال انومالاس بالمونري فينس ريتيرن او انومالاس بالمونري فينس ريتيرن، هنقول التكات بتاعتها واحنا ماشيين في الكورس. الارش بنعرفه ليفت سايد ولا رايت سايد ببساطه كده، طبعا هتعرفوا الكلام ده كلينيكال مع دكتور حسين. بس بتبص بالنوب بتاعتك ناحيه ودن العيان الشمال في كل العيانين. يعني بتبص ازاي؟ بتبص زي ما دكتور حسين هيعلمكم، بتحط النوب في سوبرا ستينال نوتش، وتبص ناحيه ودن العيان الشمال ولجوه يعني ايه؟ ناحيه صدر العيان. يعني ما تخليش البروب بيربنديكولار على النك، بتخليه تلتت شويه كانك بتبص على العيان من جوه. لو بان لك الارش زي المنظر ده كده، اللي هو باصص بكل الجريد فيسلز بتاعته، يعني اسندنج وارش وديسندنج وبرانشات، تمام، يبقى ده ليفت سايدد ارش. ليه ليفت سايدد؟ لان انت ظابط الاكسس بتاعك بالظبط على الاورينتيشن بتاع الليفت سايدد ارش. طب افرض انت عملت الحركه دي وقعدت تجيب وتحاول يمين وشمال، مش باين لك غير دايره، يبقى معنى كده بيقول لك انت قاطع الارش في الاتجاه البربنديكولار عليه. طب انت حاطط السيكتور بتاعك شمال، معنى كده ان الارش غالبا رايت سايدد. دي التكه المهمه جدا. هتقلب ايدك بنفس البوزيشن، هتقلب ايدك بنفس البوزيشن ناحيه الرايت، هتلاقيه باين معاك. ماشي، شايفين المنظر هنا؟ سوري، انتوا في السلايد هيبان ليفت سايدد ورايت سايدد في السلايد اللي معاك. انتوا تقدروا تشوفوا تنزلوا المحاضرات كمان PDF، وهتلاقوني بحط لكم كويزز. هتلاقيني كل فتره والتانيه هتلاقيني بحط لكم كويز اقول لكم دي ايه، بس طبعا لازم تشوفوا الاول كلينيكال مع دكتور حسين عشان اقدر اقيم شغلكم بالحالات الكلينيكال كويزز. الBDA فيو هنتعلمه كويس قوي، وهو بجيب كاني جايب سوبرا ستيرنال واشد البروب لتحت زي ما الدكتور حسين هيعلمنا، على كاني تحت الكلافيكل على طول، وبانجليت ايدي يمين وشمال لغايه ما يبان لي الارش والبلمونري ارتري، الليفت بالمونري ارتري. لو في تراك ما بينهم هيبان لون احمر، شعاع احمر، دي بتمثل الBDA زي ما باين عندكم في السلايدز كمان بتاعه المحاضره. بعد كده يا دكتور بعد إذن حضرتك، ايوه دكتوره معاك. عاوزين السلايد عشان نفهم أكتر، والمحاضرة PDF ما نزلتش يعني على الجروب. هي موجوده على السايت كمان، هي موجوده على ما السايت. بتنزلش ما بتنزلش يا دكتور. لا غريبه قوي. طب استنى، لو هي هو اصلا بقى، انا النهارده ما كانش معايا، قلت له نزلها لي من على السايت.
فلو مش حتى كده يعني لو تبعتها حتى على الواتس يعني. هشوف كده. هو هنا لسه مش allowing مين ان هو تو شير. هو صعب يا دكتور، صعب ان احنا نسمع المحاضرة بدون السلايدز، هي يعني ان احنا انا نعمل imagination نبقى connected مع حضرتك، لا الموضوع صعب. طيب هي انا بس التوضيح، انا مش بشرح المحاضره. المفروض النهارده انتوا بتقولوا لي اسئله، انتوا سمعتوا المحاضره اوريدي وبتقولوا لي اسئله انا، فانا ما لقيتش حد فيكم بيسال فقلت امشي بسرعه. طب لو يعني لو في حد في جزء فيه في المحاضره اللي سمعها الاولى والثانيه كان فيها مشكله، لان هي مسجله بطريقه بروفيشنال جدا ما فيهاش ان شاء الله في مشاكل، فانا قلت اراجع معاكم كل الاجزاء بحيث ان لو حد افتكر سؤال واحنا ماشيين في السكه يوقفني ويقول لي المنطقه دي مش كانت فيها مشكله في الفهم. طيب تحبوا أيوة نخليها؟ تمام يا دكتور. أنا عندي في المحاضرة الثانية قصة الدكتروكارديا. مهم. طب حلو كده، خلينا اللي عنده سؤال يقوله ونجاوبه بطريقه معلش معلش يا دكتور، حضرتك تقدر تعمل شير سكرين دلوقتي، بس كان في مشكله في الابلكيشن. ماشي. ثم شكرا يا دكتور. شكرا. لما تبان يا جماعه استنى كده هشوف السكرين هتبان ولا لا. الصوره كده باينه بالنسبه لكم يا شباب السلايد؟ كده وضحت كويس جدا. طيب خلاص خلينا كده، احنا كنا وصلنا لغايه الفيوهات. تمام، احنا كنا وصلنا لغايه السوبرا ستيرنال فيو، المنظر بتاعه اللي هو كان بتاع الارش. هجيبه هنا. المنظر ده زي ما حضراتكم شايفين هنا كده بيبان الارش اسندنج والثلاث برانشات بريكيو كيفاليك وليفت كومن كاروتيد وليفت سب كليفيان وديسندنج زي الصوره الاسود دي، اسندنج وديسندنج وبرانشات. تمام. تحتها بيبان الليفت بالمونري. طبعا انا بوصف لكم النظري، الموضوع مش هيثبت غير ما تشوفوا عملي مع دكتور حسين. بس ده المنظر بتاع الارش ما بنحط ايدينا فوق بالطريقه اللي هنتعلمها ويبان الفيو بالشكل ده. طيب شايفين انا حاطط هنا ايه؟ كأن حاطط فيبان لي الارش بالطريقه دي، الاسندنج والديسندنج والبرانشات. تاني نفس المنظر، اسندنج وديسندنج والثلاثه برانشز. طيب بعد كده نتكلم على ايه لو في كواركتيشن. شايفين هنا المنظر مثلا في الديسندنج، الحته اللي انا عامل عليها زوم دي فيها ايه؟ ناروينج او كونستريكشن، كأن الديسندنج في حد راح ماسك المنطقه بتاعت الديسندنج دي وعامل لها سكويزنج او ناروينج. وطبعا لو حطينا هنا كونتينوس ويف هيبان جريدينت. الفيو بقى اللي كنت بحكي لكم عليه اللي هو بتاع البي دي اي، شايفين السهم لفين؟ السهم لفوق. باجي في المنطقه دي بالظبط بتاعت السهم، اخلي النوب لفوق وافضل اعمل انجليشن يمين شمال، هيبان لي المنظر ده. انا بسميه ايه؟ منظر الخليج. يعني ازاي؟ بيبان لي لون ازرق هنا ولون ازرق هنا، في النص لون احمر. يعني الازرق اللي على ايدك الشمال هو الليفت بالمونري ارتري، والازرق اللي على ايدك اليمين هو الديسندنج اورتا. وزي ما حضراتكم عارفين ان الايه البي دي اي هي ستراكشر بيعمل كونكشن للليفت بالمونري ارتري والديسندنج اورتا، فيبان احمر ما بين الاثنين دول. ازرق يمين وازرق شمال واحمر في النص زي ما هنشوف مع دكتور حسين. هنجيب لكم عينين بي دي اي والموضوع يبقى بسيط. اصعب بيو سوبرا ستيرنال بس هتخرجوا من الكورس عارفينه كويس قوي، هو السوبرا ستيرنال شورت اكسس اللي هو بيطلع المنظر اللي هنحفظه ده. المنظر ده انا بسميه منظر علامه يساوي. فعلا بتعرف الفيو ده بعلامه يساوي اللي انا عامل عليها زوم في النص دي. ايه علامه يساوي بقى دي دكتور؟ دي الرايت بالمونري ارتري. اول حاجه بتجيب الفيو ده ازاي؟ زي ما هنشوف مع دكتور حسين، السوبرا ستيرنال بنيم البروب بالعرض، بخلي البروب عند الساعه 3 في السوبرا ستيرنال نوتش. مش زي ما كنت بجيب الارش بقى بخليه عند ودن العين الشمال، بخلي البروب عند الساعه 3 وبخلي العين يفرد رقبته لفوق. هيبان لي المنظر ده، منظر جميل قوي نحفظه. علامه يساوي فوقها دايره، هي دي الاسندنج اورتا، وتحتها مربع اللي هو كراب الليفت اتريوم. هنحفظ ده ما فيهاش غير حفظ. وجنب الدايره اللي فوق دي سوبيريور فينا كافا. هنحفظ الشكل ده في ذهننا وهنطبقه عملي. هنلاقي علامه يساوي فوقها دايره وتحتها مربع. الدايره اللي فوق الاسندنج اورتا، المربع اللي تحت هو اللي في ايه؟ الليفت اتريوم وداخل فيه بالمونري فينز، هنشوفهم بالالوان. والدايره اللي فوق دي جنبها سوبيريور فينا كافا، يبان فيها لون ازرق لانها
اللون هنا هيبعد عن البروب. الفيو ده يفيدني في ايه بقى؟ لو انا عندي الليفت اتريوم ده صغير والبلمونري فينز قررت ما تروحش تفتح فيه وتعمل حاجه اسمها فيرتيكال فين وتطلع تصب في زوير فينا كافا، فالاقي لون احمر، كان لون احمر طالع يصب في زوير فينا كافا، ومش هشوف الاربعه بلمونري فينز داخلين في الليفت اتريوم كلينيكالي. يبقى هنحفظ في ذهننا الفيو ده وهنجيبه، اسمه سوبرا ستيرنال شورت اكسس، بعلمه بعلامه يساوي ودايره فوقه مربع تحته. بعد كده المحاضره كانت بتتكلم عن استراكشر وفانكشن. الاستراكشر والفانكشن يعني الايكو، عشان تقيم الايكو اول حاجه بتشغل ال 2 دي مود ابيض واسود. اللي يحط زرار ايده على صباعه على الكلر على طول هيمس حاجات كتير جدا، لان زي ما قلت لكم ال 2 دي بيبين لي اناتومي. فانت لو عايز تشوف اناتومي ان ذا فورم اوف ايه، which chamber is enlarged. لو انت من غير ما تحط كلر كده لقيت مثلا الليفت فنتكل هايبرتروفايد، الليفت فنتكل دايليتد، الرايت فنتكل دايليتد، بيديك كلو انت بتدور على ايه. فور اكزامبل انت عندك ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، ايه اسباب اللي انت تعرفها من نظري تعمل ليفت فنتريكولار هايبرتروفي؟ اورتيك ستينوزس، كواركيتيشن، اي اوبستراكتيف ليجن قدامه. فانت هتخش بقى وتدور بالكلر على الحاجات دي. لقيت بالعكس رايت فنتريكولار هايبرتروفي، هتدور بالكلر على بالمونار ستينوزس، سوبرا فالفولار، وي والكلام ده. لقيت العكس دايلاتيشن، فوليوم لود، ليفت فنتريكولار دايلاتيشن، زي ما نشوف المحاضرات الجايه اللي بيعمل دايلاتيشن ليفت فنتريكل شنت ليجنز، دي اس دي وبي دي اي والكلام زي كده. العكس رايت فنتيكولار دايلاتيشن، اي اس دي وتوتال انومالاس. فانت بمجرد ما تحط وتتفرج على الصوره الاول ابيض واسود هيبين لك الاستراكشر. عايز تشوف فانكشن بقى، الام مود اللي احنا هنتكلم عنه في العملي، اللي هو ايه، يبين لي هنا كده منظر الليفت فنتكل سيستول ودايستول. الميترال ستينوزس هنجنور دلوقتي، ده جدول الديجري بتاعت الميترال ستينوزس. اللي هيخش فيكم ادفانسد في الايكو وعايز يعرف الديجري، يعني طبعا هيلاقي الليفت اتريوم دايليتد لان الدم متخزن جواه مش عارف يعدي الليفت فنتكل، والليفت فنتكل مش هيبقى فيه مشكله لان هو مستريح من الفوليوم لود. وعايز يعرف، ولا هتلاقي تيربلنس على فتحه الميترا زي ما نشوف في الكلينيكال. تحط طبعا ايه الكونتينوس ويف، وهتشوف الحاجات دي جريدينت، المين جريدينت. واحد يقول لي ايه ده، واحنا هنتعلم نحسب حاجه اسمها مين جريدينت وبيج جريدينت؟ اقول لك لو انت حطيت الكيرسر، او لو انت مثلا حطيت السهم على نهايه الويف، يعني انت عندك حطيت مايترال ستينوزس، لقيت ويف مثلث كبير لفوق البيز لاين، حطيت كاليبر، رحت دايس على اخر نقطه، يبقى انت جبت البيك، انت جبت اعلى نقطه. طب انا عايز اقيس يا دكتور المين، لان الفالف اللي هيبقى متقن للايكو عشان تبقى كاتب ريبورت كويس لازم تكتب المين جريدينت. في زرار في الايكو اسمه تريس ده بيظلل الويف، يعني ايا كان الويف دي على الاورتا، على الميترال، على البلمونري، عايز تجيب بيك ومين تروح دايس تريس وتظلل الويف، يطلع لك البيك والمين، وتقدر عن طريق جداول زي دي تانتربريت الميترال ستينوزس والميترال ريجيرج عن طريق حاجه اسمها فيزا، هنشوفها في الكلينيكال لو جبنا عين ميترال ريجيرج. الفيزا والفينا كونتراكتا اللي هي المنطقه ما بين الليفلتس وهي بتقفل. ماشي، كل ده للنظري قدام شويه، يعني انا حاطط لكم هنا في السلايد الاولانيه فور ريمايندر. يعني قصه البلمونري بريشر وليها محاضره لوحدها، بقول لكم هنا ازاي بنجيبه، بس هنقولها هنقيسه كل مره. لو انا عندي الفور تشامبر اللي هنتعلمه على الدكتور حسين، ليفت فنتكل ورايت فنتكل بالمنظر ده، تمام اهو بيجي كده بالظبط، ليفت فنتكل ورايت فنتكل، ليفت اتريم ورايت اتريم، وجبت الصوره دي واتقنت ايدك تجيب الفيو ده، ورحت جايب الكيرسر حطيته في المنطقه دي اللي هي ايه، عند الترايكاسبيد فالف، عند النقطه ايه الزرقاء اللي بتطلع بتاع الترايكاسبيد، هيجي لي الويف اللي هي تحت دي. لو انا جيت عند النقط اللي تحت دي وحطيت كيرسر بمجرد هنا هيجيب لي الجيت دي، يعني اسمها ترايكاسبيد ريجير جيت، زود عليها 10 يطلع لك البلمونري ارتري سيستوليك بريشر، ده المنظر بتاعها ايه اللايف. حطيت الكيرسر في المنطقه دي ورحت جايب النقطه الاخيره وزودت عليها 10 زي ما سمعتوا في المحاضره، وهنطبق مع بعض. طب انا افرض يا دكتور لا انا مش شايف، مش عارف ايدي مش عارف تظبط هنا، ومش شايف نقطه زرقاء وما بيطلعليش ويف، عندي طريقه ثانيه، عندي طريقه ثانيه زي ما شفنا في المحاضره برضو، ان انا احط الويف على البلمونري ارتري في شورت اكسس اللي هي علامه المرسيدس وجنبها بالمونري ارتري، في المنطقه اللي عليها الدايره دي بيبقى في نقطه حمراء كده، هيطلع لي ايه، هيطلع لي المنظر ده، او لايف اهو يطلع لي المنظر ده. المنظر ده عباره عن مثلث، بس المثلث ده جه عمل بلاتو في اخره،
النقطه اللي فوق دي راح نسميها نقطه رقم 1، والنقطه اللي في اخر البلاتو دي نقطه رقم 2. ماشي. النقطه رقم 1 اللي هي اكبر نقطه دي بتقيس لي المين بالمونري بريشر، واخر نقطه اللي هي قبل ما البلاتو ينتهي بالظبط دي الدايستوليك بريشر، وهنشوفهم لايف على العيانين. انت بس بتبقى عندك هنت نظري عشان ما تروح مع العيانين ما تبقاش يبقى في جزء نظري كبير بيتشرح وتبقى مصدع ومش عارف تمسك البروب وقتها. دي المحاضره كانت المحاضره رقم 1 اللي كانت بتتكلم سيمبلي كده البروب بنمسكه ازاي، وايه اصلا الايكو، وايه الشعاع، وايه التربلنس، وايه البالسد، وايه الكونتينوس، وبيظبط الصوره ازاي ديبس وجين والقصه دي. قبل ما اقلب على المحاضره رقم 2، المحاضره الاولى دي كان بتمثل لاي حد فيكم مشكله في الفهم النظري قبل ما يبدا تطبيق عملي. لو حد عنده مشكله فيها يبدا يسالني دلوقتي عشان نبص بسرعه على المحاضره رقم 2. دكتور بعد إذن حضرتك، ايوه معاك. قاعدة الليفت اتريال اورتيك ريشيو approximately the same، ده فيكسد في كل العيانين، ولا لو العيان اصلا كارديو مايوباثيك انا ما بقدرش اقول خلاص ان الليفت اتريوم هيبقى قد الاورطه؟ طبعا انت بقول لك في العيانين النورمال هي من 1 ل1 و2، تمام، يعني اقل من 1 ل3. طبعا لو العيان عنده باثولوجي شنت ليجن كارديوميوباثي بتاع اي حاجه بتغير لك الجيومتري بتاعت الهارت، طبعا القاعده دي هتتلاشى تماما. ودي من الانديكيتورز اللي تقول لك ان في باثولوجي. فور اكزامبل انت بتقولي ان العيان ده كارديوميوباثي، انت ما كنتيش مشخصه العيان كارديوميوباثي وجيتي بتقيسي الليفت اتريم اورتيك ريشيو ولقيتي الليفت اتريم دايليتد، فانت هتيجي في دماغك ايه ده، هو الليفت اتريم دايليتد ليه؟ هل نتيجه الليفت اتريال بريشر عالي من نتيجه ريستريكتيف فيلينج كارديوميوباثي، ولا شنت ليجنز، ولا مايترال ستينوزيس، ولا فتبداي تدوري في دماغك وتطلعي في الاخر الدايجنوزيس. زي ما نتعلم في مع اخر الكورس ان الايكو بازل، يعني ما ينفعش تخش تقولي في الايكو توصف لي تقول لي انا عندي كذا 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 وما تعرفش تكمل وكلهم ما يركبوش مع بعض. لازم اللي تقوله لي في الميجرمنت بتاعتك يمشي مع الدايجنوزس. قلت لي في اس دي وتقول لي في ليفت فنتريكل دايليتيشن او ماشيين مع بعض. طب في اس دي وفي ليفت فنتريكل هايبرتروفي، يبقى انت ميسنج دايجنوز، يبقى في حاجه غلط. تمام. فدي النقطه بتاعت الليفت اتريم اورتيك ريشيو. وانس ابنورمال ثينك اوف ذا كوز. تمام. حد عنده طيب وقتها بقى اقدر اعتمد على ايه عشان اقول ان العيان ده لودد، يعني في الميجرز غير الاي في سي او كده؟ فوليوم اوفرلود عايزه تقولي ليفت عيان عنده كارديوميوباثي، عايز تعرف ان هو فوليوم بالظبط. لا. طيب انت عندك طبعا احنا في تيشو دوبلر وفي قصص تانية، في قصص كبيره يعني في القصه دي. بس عيان الكارديوميوباثي فور اس يعني از كارديولوجيست بنعتمد على كلينيكال ادجستمنت، يعني انت بتايتريت الميديكيشنز بتاعتك اللي تخليه يبقى مش عندوش ديسنيا ولا اورثوبنيا وجوينج جود اكتيفيتي، واللنج مش ويت، ما عندوش ريكارنت شيست انفكشن. تمام. يعني العيان مش بس ايكو، يعني انا لو العيان مش ظبط كلينيكالي وانا بالايكو لا انا هقول لا ده الليفت اتريم ده ما اعرفش ايه فهلعب في الانديكيشنز بتاعته. لا انت لازم زي خصوصا في المحاضره بتاعت البيكيو والنيكيو هديكوا سيناريوز، كيس سيناريوز. العيان عنده 1 2 3 كلينيكال، وعنده 1 2 3 4 ايكو، وعنده اكس راي شكلها كده، وعنده لازم يركب كله مع بعض. ما تقلقش ده كله جاي في المحاضره رقم 4 بيكيو تشالنجز ونيكيو تشالنجز. تمام، شكرا لحضرتك. تمام يا دكتور. طيب نخش على المحاضره الثانيه اللي اسمها، يا رب تكونوا كلكم سمعتوا بس عشان تستفيدوا. اتكلمنا فيها عن الفيوهات تاني، راجعناها مع بعض وقعدنا نقول امثله للعيانين اللي هنجيبهم اللي هيبقى فيهم شويه ابنورماليتيز. يعني هنا مثلا في الصوره دي منظر اسمه اوفر رايدنج اورتا، ده باراسترنال لونج اكسس بالمناسبه. بس لقيت الليفت فنتكل، المفروض الاقي ليفت اتريوم وليفت فنتكل واورتا، لقيت في فتحه هنا سوداء اللي انا مزوم عليها دي. ماشي. دي المنظر هنا ده الاورطه، ده الاورطه، واللي تحته دي في اس دي، وتحس ان الاورطه راكب على السيبتم زي ما شفنا في المحاضره. فهنا بقدر اقول ايه اوفر رايدنج. يعني ايه اوفر رايدنج؟ يعني راكب على السيبتم، يعني المفروض ان الاورطه يبقى منتمي وعنده ولاء للليفت فنتكل، ما يجيش على ناحيه الرايت فنتكل. فلما الاقيه في اس دي وهو كمان نصه ناحيه الليفت فنتكل ونصه ناحيه الرايت فنتكل، فيسموه اوفر رايدنج، يعني راكب على البوث فنتكلز. تمام. هنا مثلا في الفيو ده على ده باراستينال لونج اكسس، هو عادي اللي هو ايه ليفت اتريوم وليفت فنتيك اورتا. طيب شايفين 2 دي
حسيت ان فوق الاورطه، الحته اللي فوق دي اللي انا بزوم عليها دي حته شيلف فوق الاورطه، كانه في سوبرا فالفولار اورتيك ستينوزس. يبقى انا ايه، شايفين ال2 دي فاتني ازاي؟ طب انا عايز اتاكد، حط كلر بقى. شايفين الكلر؟ حسيت ان الكلر في الحته دي اللي هي الضيقه دي بيبدا يبقى عامل كانه في بركان، كان في تيربلنس. الدم بدل ما يمشي صافي احمر صافي او ازرق صافي، بدا يبقى فيه بركان. فدي اهميه ان انت تعتمد على نظرك الاول بال2 دي، دونت راش تو كلر، بعد كده تحط الكلر. لو سمحت دكتور محمد. تمام. دكتور معاك، محمد سامعني؟ انا سامعك كويس. بقول لحضرتك دلوقتي انا قيم ازاي هو اوفر رايدنج ولا هو ضرب من الفيو ده ازاي؟ دايما الواحد بيختلف في الموضوع ده، هو 50% ولا اكتر من 50%؟ طيب كويس. انت هنا كده اوفر رايدنج، تمام. لو انت دورف بقى هنقول في السلايد اللي تحتها اعتقد، هوريك سلايد الدورف، خلينا نشوفها هنا. هل بتلاقي ده هنا يكفي؟ في بتلاقي حاجه اسمها اورتو مايترال ديسكونتينيوتي، يعني بتلاقي فايبرس تيشو هنا، ماشي، يعني هتكتب اوفر رايدنج وهنا في فايبرس تيشو بيفصل الاورتيك ليفلت اللي فوق دي عن المايترال ليفلت اللي تحت دي. وعلى فكره العين ده ايه، دورف، ماشي، هنا عشان في الحته البيضاء اللي انت شايفها اللي انا مزوم عليها تحت دي. هل دورف دي ما تقولش فيه اوفر رايدنج؟ لا، هتقول فيه اوفر رايدنج، وتوصف تقول ان في فايبرس تيشو عامل ديسكونتينيوتي بين الاورطه والميترال، ودي مشروحه تحت في المحاضره اللي انت لو انت سمعت المحاضره الاخيره. يعني هو في الفالو مش موجود الاورتو مايترال كونكشن؟ مش هتلاقي. لو في حاجه اسمها، في كاتيجوري اسمها دورف فالو تايب، وفي حاجه مظبوط. اسمها دورف في دي تايب، وفي دورف تمام. تي جي اي تايب. فانت اوعى تلخبط نفسك، خليك سيمبل، اوصف اللي انت شايفه. هنا في اوفر رايدنج، طيب. في اوفر رايدنج اورطه. في ديسكونتينيوتي، اكتب ديسكونتينيوتي وتحط بين قوسين دورف. لقيت في بقى معاها بالمونري ستينوزس، عايز تكمل الصوره بتاعه الفالو، هتكتب ايه بقى؟ دورف فالو تايب. فالو لايت. تمام. ماشي. طيب في حد تاني كان بيسال؟ طيب هنا بعد كده شايفين الكلر بيفرق معايا ازاي؟ يعني انا ايه، انا المنطقه هنا هنا المنظر فتحه البلمونري، لما كنت فاتح هنا مش شايف حاجه، لما جيت احط الكلر هنا فور اكزامبل لقيت المنظر الازرق ده، هنا مفيش مشاكل، الدنيا لامينار فلو. اول ما تلاقي المنطقه اللي فيها الليزنج لخبطه زي دي كده، تقول ان هي دي، مش انا قلت لكم الكلر هو نوع من انواع البلسد، والبلسد بيعرفني مكان الاوبستراكشن. فانت لما تيجي تحط الكلر وتلاقي الالوان صافيه صافيه صافيه، وجت عند منطقه ما بدات تبقى تيربلنت، تبدا تفوكس في المنطقه دي وتدور على سبب التيربلنس، غالبا بيبقى اوبستراكشن لوكالايزد في المنطقه دي. وكنا في الحته دي كنا بنراجع مع بعض الفيوهات الثانيه شورت اكسس، المنظر بتاعها كده. وهنا مثلا عيان بالمونري اتريزيا، ده العيان النورمال بالمونري فالف بيبقى مكانه هنا، تمام. هنا فتحت لقيت دايره الاورطه، ما لقيتش بالمونري، لقيت برانشات بس على طول. طبعا ايه، ودي بي دي ايه الاحمر ده، على فكره الاحمر اللي طالع من تحت لفوق ده بي دي ايه، ماشي. طبعا عرفت ازاي؟ لان انا عرفت الاول النورمال شكله عامل كده، ماشي. وبعد كده بدات اشوف انا بعد كده بعد المحاضره الثالثه هحط لكم فيديوهات في سايتس تشوفوها، واحط لكم يعني كويزز عشان تتشالنج يور سيلف في القصه دي. ماشي، تعالى نشوف بقى بعد كده نخش في المحاضره ونقول التكات اللي كانت فيها. دي الفيوهات وازاي تطلع فيها ابنورماليتي. الاي اس دي ديفايس بيبان ازاي؟ شايفين هنا مثلا انا فاتح هنا سب كوستال، لقيت فيه حاجه ايكوجينيك لونها ابيض. طبعا العيان بيقول لك انا ركبت الديفايس، بس انت لو العيان داخل وانت ما عندكش هيستوري مثلا، بيبان حاجه ايكوجينيك في الانتر اتريال سيبتوم في السب كوستال فيو. يعني نشوفه مع دكتور حسين. شايفين هنا مثلا ده منظر حاجه كانها ميتاليك، ده مش تيشو خالص، كاردياك تيشو. طيب بعد كده الايكو بيفيدني كمان في البوست اوبرتيف فولو اب. دي كلها كنا بنتكلم على اهميه الايكو وتطوره. زمان الايكو كان عباره عن ايه؟ مود، زي دكاتره الادلت كارديولوجي بيهتموا بالفانكشن، سيستوليك فانكشن بتاع. بدا نتطور دلوقتي الايكو بقى ايه بقى؟ مود و2 دي و3 دي، وتقيس دايستوليك فانكشن وكونتراست، زي ما هنشوف في المحاضره 4 و5 كمان. احنا ممكن نحقن حاجات جوه الهارت تعرفنا ايه الديفكت وتاكد لنا القصه دي. وبدانا نتكلم على الامبريولوجيكال باك جراوند، وكان في فيديو في المحاضره دي حلو قوي
والحته بتاعت الدكستروكارديا الدكتوره كانت بتسال عليها. طيب طبعا لو سمعت المحاضره الموضوع هيبقى بالنسبه لها سهل. التكات بتاعت الدكستروكارديا، اول حاجه النوب ناحيه الشمال زي ما هي. مش معنى ان العيان دكستروكارديا تخلي اللمبه او النوب ناحيه ايه اليمين، انت يعني عشان تبقى القلب بالنسبه لك شكله معدول، لا. لان انت لو قلبت النوب ناحيه اليمين كل حاجه في وصفك هتبقى متلخبطه نهائيا. ليه؟ زي ما اتفقنا النوب او الماركر او النقطه البرتقاني اللي هي الريدج دي، لما تحطها ناحيه الشمال يبقى شمال العيان شمالك ويمين العيان يمينك، يعني كانك بتوصف اناتوميكالي. طيب القلب مع المقلوب الايبكس دايركتد ناحيه اليمين، تمام. انت تروح لو قلبت النوب الدنيا كلها اناتومي هتختلف بالنسبه لك. طيب شايفين النوب بتبقى بريزنتد ازاي على الشاشه؟ بتبقى ايه؟ بحرف البي او حرف الفي اللي فوق ده، تمام. انت بقى لو انت حاططها مظبوط ويبان قدامك الهارت اناتومي كده، تقدر عن طريق الحاجه المورفولوجي اللي احنا شرحناه في المحاضره الثانيه دي اللي هي رقم 2 تقدر توصف الفنتكلز وانت مستريح. يعني احنا في المورفولوجي الار بي بيبقى حاجه اسمها جواه اسمها مودريتور باند اللي هي دي. طب ايه ده؟ ده الفنتكل ده يا دكتور ناحيه الشمال، انا ماليش دعوه، انا بوصف ان الفنتكل ده اسمه ارايد فنتكل. طيب والفنتكل السموث ده الليفت فنتكل، بس هو يا دكتور هنا ناحيه اليمين، انا ماليش دعوه. انا هقول ان الليفت فنتكل اللي هو اناتوميك المورفولوجيكال اللي هو شكله ليفت فنتكل هو ناحيه اليمين. ده بروفايدد ان انت حاطط البروب ناحيه الشمال زي ما احنا ما غيرناهوش. دي التكه الاولانيه في الليفت فنتكل في الدكستروكاردي. طب ايه التكه الثانيه اللي قلنا عليها؟ بص التكه الثانيه النورمال بيشنت، لو احنا ذاكرنا المحاضره الاولانيه او سمعناها او هنطبقها مع دكتور حسين مظبوط، ده المنظر بتاع الهارت. فكنا بنحط في البروب في اللونج اكسس بنخلي النوب ناحيه كتف العيان اليمين، وفي الشورت اكسس اللي هو السهم الازرق، وفي الشورت اكسس بنخلي النوب ناحيه كتف العيان ايه الشمال اللي هو 90 درجه فرق، تمام. طب العيان عنده ديكستروكارديا ايه المنظر؟ المنظر هيبقى عامل كده، اللي انت اول حاجه بتبدا بتجيب اللونج اكسس بتحط النوب ناحيه كتف العيان الشمال. يعني بسميها ازاي بقى الجمله الاولانيه؟ اللونج اكسس هنا زي الشورت اكسس هنا. يعني اللونج اكسس اللي احنا بنجيبه في الدكستروكارديا اللي هو لونه ازرق هنا اللي هو باص ناحيه كتف العين الشمال، هو البوزيشن اللي هو بتاع الشورت. فبقول لكم ايه؟ لونج فولوز يوجوال شورت. احفظ الجمله الاولانيه دي. يعني ايه؟ اللونج اكسس بتاع العين بتاع الدكستروكارديا بيفولو كانك شيء الدايركشن بتاع اليوجوال اللي هو اليوجوال اورينتيشن يعني شورت. كلنا في الكارديولوجي حافظين الجمله دي. فانت لما تيجي قدام عين دكتروكارديا وعايز تجيب لونج اكسس فهتحط البروب، هتحط طبعا البروب ناحيه الهارت المرمي اليمين، بس النوب هتحطها ايه؟ كانك بتشوف الشورت اكسس بتاع العين نورمال. دي اول تك. طيب انا بقى حطيته كده، حطيته عشان اجيب اللونج اكسس وكاني حاطه في شورت اكسس. طب انا عايز اجيب لونج اكسس، عندي طريقتين، الف كلوك وايز وانتي كلوك وايز. قال لك لا لف كلوك وايز. يبقى تاني قاعده اللي هي ايه؟ ان انت لازم تلف كلوك وايز عشان تجيب الشورت. هتحفظ الجمله الاولانيه اللي هي ان اللونج اكسس بتاع العيان ديكستروكارديا تجيبه ازاي؟ كانك حاطط البروب بتاع البارستانا اللونج اكسس في الوضع بتاع الشورت في النورمال. وعشان تجيب الشورت هتقلب ايدك الناحيه الثانيه. طيب وبعد بقى انا نشرح ايه الصوره اللي هتبان لنا. يعني هنا مثلا هنا حطيت كده بان لي الرايت فنتكل يعني ليفت اتريوم فاتح في الرايت فنتكل. دي انومالي شرحناها في الفيديو باستفاضه اسمها كونجينيتالي كوركتد تي جي اي، وكنت ببسطها زي ما شرحت لكم في الفيديو حاجه اسمها ايه؟ ليفت رايت ليفت. يعني ايه ليفت رايت ليفت؟ ليفت اتريوم رايت فنتكل ليفت ارتري اللي هو اورتا، او رايت ليفت رايت. يعني رايت اتريوم ليفت فنتكل رايت ارتري اللي هو ايه؟ بالمونري. لو لقيت الكومباينيشن دي وانت بتوصف، يعني هنا شايفين ليفت اتريوم فاتح في رايت فنتكل. واحد يقول لي رايت فنتكل ازاي؟ اقول له اراف وترابيكيوليتد ومودريتور باند والترايكاز بتمسك في السبتر سيرفيس. اللي سمع المحاضره هيعرف يحكم. طب والناحيه الثانيه الرايت اتريوم ماشي فاتح في ليفت فنتكل سموث وما فيش حاجه ماسكه في السبتم، يعني في مايترال، تمام. فلما لقيت المنظر ده اقدر اسميها سي سي تي جي اي زي ما شرحنا في المحاضره. بعد كده في حاجه يعني في المحاضرات كلها هنفضل ندوشكم بيها اسمها ايه؟ سيجمنتال ابروتش. يعني ايه سيجمنتال ابروتش؟
انت كل مره هتبدا توصف بنفس الترتيب اللي هنقوله لك في العملي. هتبدا مش سب كوستال، وتشوف لي السايتس، وبعد كده تبدا تشوف الاي في سي والاورطه، وتبدا تشوف زي ما الدكتور حسين يبدا يعلمكم الابيكال واللونج والشورت اكسس والسوبرا ستيرنال. تفضل ماشي وتبدا تجاوب لنفسك، هل ده رايت اتريم ولا ليفت اتريم؟ هل ده رايت فنتكل ولا ليفت فنتكل؟ هل ده اورطه ولا بالمونري؟ وكل مره تبدا تتعلم القصه دي. وبعد كده شرحنا انواع الفي اس دي، وقلنا لو هي في الماسكولار بارت بنسميها ماسكولار، لو هي ناحيه الاوتلت بنسميها اوتلت. وبدانا نقسمهم الاوتلت لانواع بيري ممبرينس وسبالمونيك على طريق الساعه 9 و12 زي ما وصفنا في الفيديو. هنا كده هجيبها لكم اهي، هي دي وصفنا في احفظ دايما الشكل بتاع علامه المرسيدس بتاع الاورطه ده، وابدا بص الحته اللي فيها احمر دي وازرق واصفر. انت هيجي لك الديفكت يا اما في الاول هنا، يا اما في النص هنا، يا اما في الاخر هنا. لو جالك في الاول خالص اللي هي ما بين 9 ل 11 دي اللي هي بيسموها ايه؟ بيري ممبرينس. لو جالك عند الاصفر هنا اللي يسموها ايه؟ سب بالمونيك، لان انت جنبك البلمونري فالف. ماشي. لو جات لك الاثنين مع بعض بنسميها دبل كوميتد، يعني لو الحته دي كلها مقطوعه بنسميها دبل كوميتد. يبقى عشان تحكم على في اس دي واصله اللي قطع دايره الاورطه، تجيب الشورت اكسس وتبدا تركز هي واصله من فين لفين، وهنجيب عيانين بالشكل ده وندربكم عليه. هنا بقى المنظر بتاع الاورتيك فالف برولابس. شايفين هنا الحته دي على فكره اللي انا عامل فيها زوم دي في اس دي. السهم ده الاورتيك فالف داخل يسد الفي اس دي. يعني ايه؟ يعني يجي لك عيان كان عنده في اس دي وبعد كده صوتها بدا يتسمع اقل والعيان ما يحتاجش علاج، فالعيان يفرح ويوقف العلاج والدكتور يقول له خلاص انت مش محتاج جراحه. زي ما سمعنا في المحاضره برضو ان ده انت كده بتضرب الاورتيك فالف. ده هو الاورتيك فالف دوره ان هو يسد الديفكت؟ لا طبعا. انت كده لو انت ما دخلتوش جراحه في المرحله دي هيحتاج جراحه معقده قدام ان هو يغير الاورتيك فالف او يعمل جراحه معقده، لان الفالف مع الوقت بيتاكل الاورتيك فالف، وتبقى بدل ما هي جراحه بسيطه ان هو يقفل الفي اس دي تبقى جراحه معقده ان هو يقفل الفي اس دي ويغير الاورطه. بعد كده اتكلمنا عن كومبليكيشنز الفي اس دي، وقلنا اي حاجه ان زي نظريه ان انت عندك دي في اس دي بيري ممبرينس اهي، اللون الاحمر ده عمال يخبط في الرايت فنتكل، عندك جيت خرطوم عمال يخبط في الوول بتاعه الرايت فنتكل ليل نهار لغايه ما خلاها تتخن بالمنظر ده، فتقفل لك مخرج الايه؟ الرايت فنتكل، فبنسميها ايه؟ دبل تشامبر. شايفين الكلر هنا بيقول لي انت عندك في الحته دي الدم بيعدي بصعوبه. طب بيعدي بصعوبه، العيان ده كان زمان عنده في اس دي وعمال اتابع فيه واقول له ان شاء الله هتقفل، ان شاء الله هتقفل، وتابعها نقفلها بالقسطره. طب يا دكتور نقفلها بالقسطره؟ لا ما. فانت دلوقتي فقدت اوبشن القسطره خالص. ده عيب الكومبليكيشن الرزله دي. لو انت عندك في اس دي وعمال تصبر العيان تصبر العيان تصبر العيان، وبعد كده الفي اس دي استمرت خلت الار في يتخن قدامها، فيعمل لك انسداد في مخرج الار في، حتى لو الفي اس دي صغرت العيان ده لازم يخش جراحه عشان يوسع الار في. دي تكات كلينيكال اللي سمع المحاضره هيستفيد منها كتير. وبعد كده اتكلمنا في الحته دي مهمه قوي قوي. ده منظر القلب فور تشامبر، ليفت اتريوم ليفت فنتكل، رايت اتريوم رايت فنتكل، واناتوميكال ربنا خالق الترايكاسبيد فالف زي ما انتم شايفين كده في مكانه، يعني ماسك في حته ابعد شويه من الميترال. الحته البيضاء اللي في النص اللي انا مزوم فيها دي اسمها ممبرينا سيبتم. طب لو واحد قصينا الحته اللي هي البيضاء اللي انا عامل فيها السهم دي، يعمل لي ديفكت اسمه ايه؟ اسمه جيربودي ديفكت. ده اسم العالم اللي اخترعه. طب خلينا نتخيل كده ان انا قصيت الحته دي، واتخيل الدم يمشي منين لفين. هنا ليفت فنتكل وهنا رايت اتريوم. في البريشر من فين اعلى؟ طبعا الليفت فنتكل. فتلاقي الدم ماشي من الليفت فنتكل ده للرايت اتريوم، ودي حاجه غريبه. تلاقي الليفت فنتكل يحدف دم للرايت اتريوم، ودي بيسموها جيربودي ديفكت. ودي من الاسئله اللي بتسال صعبه، يقول لك هو امتى في اس دي ما تكبرش الليفت فنتكل تكبر رايت اتريوم؟ واحد يقول لي في اس دي يكبر رايت اتريوم، اقول له النوع ده من الفي اس دي يكبر الرايت اتريوم. فانت لو لقيت عيان عنده في اس دي وانت متاكد انها في اس دي ولقيت الرايت اتريوم كبير، ده ما ينفيش التشخيص بتاعك، بس ركز هتلاقي جيت مواصله من الليفت فنتكل للرايت اتريوم، ودي تكايه كلينيكال للناس المحترفين في الايكو. وتاني تكه كنا بنشرحها في المحاضره دي، ان انا لو جيت رسمت خط وهمي من الميترال للايبكس وخط وهمي من الاورتا للايبكس في العين نورمال، الاقيهم قد بعض. لان طبيعي زمان في الامبريولوجي
الاورطه كان بعيد عن الهارت، وكان في حاجه اسمها بنتا ليفلت كومن فالف. ولما الاورطه، لما الاثنين دول بيتقسموا بالبروسيس اللي شرحناها في الامبريولوجيكال فيديو اللي سمع المحاضره، الميترال يتقسم وترايكاسبيد، ويجي الاورطه يتحشر ما بينهم فيقرب، يبقى الاورطه يبقى قرب، يبقى في نص المسافه. طب انا الحته دي حطيتها هنا ليه بالذات؟ عشان تبقى فاهم ايه اللي بيحصل في الكومن اي في كانال، وساعات ليه الاورطه بعيد ويبقى في سب اورتيك ستينوزيس، لان الاورطه ساعتها ما بيقربش عشان يبقى قريب من الايبكس زي الطبيعي. واتكلمنا عن الفرق بين الاتري فنتريكولار سيبتال ديفكت اللي هي ايه؟ اوستيان بريمم، يعني عندي هنا اي اس دي بريمم. طيب هنا عندي ايه؟ اي اس دي بريمم ومعاه سمول في اس دي. هنا ده عيان نورمال، وهنا عندي عيان عنده في اس دي بس. يبقى انا بجيب الابيكال فور تشامبر وبشوف ايه الديفكت اللي موجود قدامي واوصف، واشوف ده اي اس دي بس، ولا اي اس دي معاها في اس دي، ولا في اس دي بس وكلوزنج اي اس دي، عشان اشوف العيان ده يخش تحت كاتيجوري حاجه اسمها اي في كانال او اتريو فنتريكولار ريسبتال ديفكت ولا لا. بصوا بقى السلايد دي انا ملخصها اللي هيشوف عيانين كومن اي في كانال ويعرف يسمرايز القصه ازاي. كلهم بيشتركوا في كومن اي في فالف جانكشن. الدكتور حسين هيوريكم فيو تحت من السب كوستال، بيورينا حاجه اسمه انفاس فيو. انفاس فيو ده بيبين لي هل الاتريا سوري الميترا والتريكاز بتتقسموا يعني بعدوا عن بعض ولا لا. ده انت اللي هو الفالف الخماسي البنتا ليفلت ما اتفصلش عن بعضه. طيب بصوا الطريقه المبسطه بقى، البارشال اي في كانال ما فيهاش اي في اس دي، يحفظ كده بس. الترانزيشنال فيها ريستريكتيف كلوزنج في اس دي، الكومبليت فيها لارج في اس دي. يبقى لو انت عايز طريقه تحفظ بيها، وانت دلوقتي طلعت عيان شاكك ان هو كومبليت اي في كانال ودكتور حسين وراه، وانت عايز تشوف انهي نوع من الاي في كانال، لو لقيت الكومن اي في فالف ومعاه معهوش في اس دي، في اس دي بس بريمم، دي اسمها بارشال اي في كانال. لقيت اي اس دي وفي اس دي بس الفي اس دي صغيره ريستريكتيف عليها كلر فلو وصغيره خالص، دي بنسميها ترانزيشنال. لو هي لا الدنيا بحر خالص، الاي اس دي كبيره والفي اس دي كبيره، بنسميها ايه؟ كومبليت. طبعا دي خلاصه الليله كلها، وراستيلي كلاسيفيكيشن دكتور حسين هيشرحه لكم. هنا بقى الرسمه دي بتاعت الاي في كانال اللي سمع المحاضره. شايفين الاورطه هنا بعيد ازاي؟ السهم الازرق الميترا الايبكس. شايفين المنطقه دي؟ طب ايه اهميتها؟ ايه اللي في النص هنا يا شباب ما بين الاورطه والايبكس؟ الحته دي اللي هي فيها ايه؟ تربيكيشن، دي الميترال. طب الميترال الكور دي بتاعته هل مش وارد انها تعمل اوبستراكشن في المنطقه دي وتلاقي العيان عنده اوت فلو اوبستراكشن، وهو كومن في العيانين بتوع كومن اي في كانال؟ طب ليه بشرحها في الحته دي؟ في منكم هيكمل وهيبقى بروفيشنال ايكو كارديوجرافر، وهيجي له عيانين كتير وهيصورهم ويقول لي يا دكتور محمد انا شفت العيانين كومن اي في كانال وانا ما نسيتش ابص على ال في اوت فلو تراك والاقي في اوبستراكشن، ويصوروا لي فيديوهات على الجروب يبعتوا لي كتير قوي. لازم تكمبير تو نورمال. ده النورمال الاورطه قريب، وده الاب نورمال. طيب شايفين المنظر ده؟ انا جايبه ده من القسطره، الليفت فنتكل. شايفين بيسموه جوز نيك ليه؟ عشان ما جينا نحقن ده الميترال وده الاورطه، بنلاقي الاورطه ايه؟ زي رقبه الايه؟ رقبه البطه، جوز نيك. وده المنظر بالايكو، بتلاقي ايه؟ الليفت فنتكل والاورطه كانه رقبه طويله وبيبعد عنه في القصه دي. وبعد كده انواع الديفكتات مشروحه. وبعد كده اتكلمنا في الحته بتاعت الامبريولوجي عن السبايرال سيبتم وازاي بتقسم الاورطه والبلمونري، يتقسموا اتنين، يبقى عندك اورطه وبلمونري. ولو السبايرال سيبتم دي ضلت الطريق، وشرحناها بطريقه حلوه قوي، وما قسمتش قسمه العدل. يعني ايه؟ خلت الاورطه كبير والبلمونري صغير، تخش في كاتيجوري فالوت. طيب خلت البلمونري كبير والاورطه صغير، ليفت سايدد هايبوبلاستيك ليفت هارت سندروم. او اتكونت كويس بس اتخرمت في النص، اورتو بالمونري ويندو. تمام؟ دي اكتر 3 باثولوجيز بنشوف. او الرابعه بقى، هي بدل ما تلف كده وتوصل الليفت فنتكل بالاورطه والرايت فنتكل بالبلمونري، قالت لك لا 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 انا مش عاجبني كده، انا هلف الاتجاه العكسي. تخلي لك الرايت فنتكل يطلع اورطه والليفت فنتكل يطلع بالمونري، اللي بنسميها ايه يا شباب؟ تي جي اي، اللي هي دي تي جي اي. يبقى القصه كلها اللي لو احنا ما فهمناش القصه الامبريولوجيكال دي
هتبقى صعبه بالنسبه لنا في الفهم. انا بالنسبه لي القصه كلها لو انت فاهم باثولوجي وامبريولوجي، انت في الاناتومي والايكو هتلاقي نفسك بروفيشنال في طريقه بسيطه جدا، وهتشوفوا نفسكم مع الوقت وانتوا بتحطوا الفيديوهات بتاعتكم. طبعا انتوا لازم تبعتوا لي كل فتره فيديوهات، وانا اقول لكم ده غلط وده صح ونصح مع بعض. طيب تعالى كده نشوف. في وارد طبعا السبتم دي اللي انا قلت لكم عليها ما تتكونش خالص، والباثولوجي دي اسمها ايه؟ ترانكس. يبقى انا السبتم دي اللي هي السبايرال سبتم اللي هي المفروض تقسم الترانكس ده تخليه اورتا وبالمونري. ما اتكونتش خالص، العيان ده ترانكس. اتكونت مظبوط، العيان ده نورمال. اتكونت بس لفت في اتجاه العكسي، العيان ده تي جي ايه. اتكونت بس ظلمت الاورتا، بقى هايبوبلاستيك ليفت هارت. ظلمت البلمونري، بقى الاورتا اوفر رايدنج، وبقى العيان ده فالو. شايفين القصه كلها لو انت فاهم الموضوع بيبقى بسيط ازاي؟ طيب الكواركتيشن وقصته، بصيت سوبر ستيرنال لقيت الاسندنج حلو، وفي حته استينوتيك في بدايه الديسندنج. قصه بري داكتال وبوست داكتال سيبتكم منها دلوقتي، هنشرحها في ايه؟ في محاضره النيكيو. وطبعا الموضوع ممكن يوصل لانتربتد، يعني ما فيش حته في النص ما بين ايه؟ الارش والديسندنج. ودي برضو خلاها في المحاضره بتاعه النيكيو، هتنجبها بطريقه حلوه قوي. طبعا في كاتيجوري اسمها دبل ارش، بقولها عشان انا عارف ان الكورس ده فيه ناس هيبقوا كارديولوجيست وهيشوفوا الكلام ده وهيصوروا ويبعت لي، وانا يعني انا الناس بعتت لي بعد بتاع وشافوا عينين دبل ارش. بصوا ايه قصه الدبل ارش دي. سوبر ستيرنال لقيت منظر الفراشه، شايفين المنظر ده؟ تخيلوا ان هو فراشه بقى، كوره وتحتها يعني شكل بيضاوي، وهنا كوره وبعد تحت شكلها شكل بيضاوي. حطيت البروب سوبر ستيرنال ومتعود تلاقي منظر الارش، لقيت فراشه بتفرش معاك، معنى كده ان ايه؟ بدايه ارش يمين وبدايه ارش شمال. تمام. هتلاقي جزء من جناح الفراشه كبير وجزء الجناح الثاني صغير، لان انت امبريولوجيكالي كان عندنا حاجه اسمها دومينانت ارش والثاني بيختفي. فالدومينانت ارش اللي هو كان هيكمل ليفت سايد ارش مثلا في الطبيعي، والرايت سايد ارش ده المفروض يضمر ويختفي. هنا في الباثولوجي في الامبريولوجي ما اختفاش، فهيبقى لك جزء كبير وجزء صغير. انا جايبها للناس اللي هيكملوا، زي ما قلت لكم ما تعقدوش نفسكم لو يعني الناس شايفه الموضوع صعب، بس انا بتعمد كل مره في الفيديوهات اقول لكم كل الباثولوجي عشان بعد كده يبقى مرجع ليك كمان ترجع وتراجع القصه دي كلها. طيب الحته دي مهمه اللي هي بتاعت الليفت سايد ارش والرايت سايد ارش. واحد يقول لي يا دكتور انا عمال اجيب الليفت سايد ارش مش شايف الارش، انا ايه الكلوز الثانيه غير شكل الارش والثلاثه برانشز اللي تعرفني ان ده ليفت سايدد؟ اقول له وانت بتحط البروب في واول برانش يطلع لك يتقسم عكس اتجاه الرقم بتاعك. ازاي يعني؟ يعني انا فتحت لقيت في اول استراكشر طالع ناحيه اليمين بيتقسم 2، ماشي؟ يبقى انا اقول على الارش ده ايه؟ اقول عكس السايد اللي طالع فيه الايه؟ البرانش ده. ليه؟ لان اول برانش اسمه بريكيو كيفاليك، والارش مثلا نفترض ان الارش ليفت سايد ارش، بريكيو كيفاليك ليفت كومن كاروتيد ليفت سب كليفيان. ليه البريكيو كيفاليك ده ما قلتش عليه اسم ليفت او رايت؟ لان هو هيروح ناحيه الرايت يغذي الاستراكشرز الثانيه. ليه؟ ما هو الارش اسمه ليفت سايدد، رايح ناحيه الشمال، فيطلع ليفت كومن كاروتيد وليفت سب كليفيان. طب والغلابه بتوع ناحيه اليمين دول مين اللي يغذيهم؟ اول فيسل اللي طالع من الارش رايح يتجه في الاتجاه العكسي عكس اسم الارش. فلو الارش اسمه ليفت، اول برانش ده اللي عرفك ان هو رايح ناحيه اليمين ويتقسم. ده لو الصوره مش واضحه قوي في العيان وانت مش عارف تجيب شكل الارش، عندك طريقه ثانيه يا دكتور تعرف بيها الارش ده ليفت ولا رايت. طيب هنا انا حاطط البروب عند ودن العيان الشمال والارش مش باين لي دايره. بيقول لك يا دكتور لا معلش خليه عند ودن العيان اليمين لان انا مقطوع بالعرض، عايز تبقى شوفني بالطول، انا رايت سايدد ارش. تمام. بصعب القصه بقى، حاجه اسمها ابيرنت رايت سب كليفيان. المنظر ده لو انت لقيت اول برانش مش مطلع مش بيتقسم كده، ماشي؟ ما هو بيتقسم لرايت سب كليفيان ورايت كومن كاروتيد. نفترض انت جبت اول برانش بس لقيته ما بيتقسمش، والعيان ده عنده ديسفيجيا وعنده ريسبيراتوري بريزنج بروبلم. يا جماعه ما العيان ده عنده ابنورماليتي ان الرايت سب كليفيان ده مش طالع من مكانه، ده طالع من الديسندنج اورطه ولف بقى ورا الاسوفيجاس ورا الاورطه ورا ما اعرفش ورا التراكيه، عامل عيان ديسفيجيا وشوكينج والقصه دي. لو العيان بيشتكي بريسبيراتوري او جي اي تي كومبلينت، بليز لوك ويل ات ذيس فيسل وشوفوا بيتقسم ولا لا.
دي ابسط طريقه. انا بقول لكم ذا سمبلست ميثود تو دايجنوز، حاجات بروفيشنال ايكو كارديوجرافر بينسوها، بتشخص معاهم بطريقه او باخرى. بعد كده المحاضره كانت نهايتها اللي هندوشكم بيه بقيه المحاضرات، اللي هو اسمه ايه؟ سيجمنتال ابروتش. احنا كل محاضره هنقول لكم انا عندنا حاجه اسمها سيجمنت متصل بسيجمنت عن طريق كونكشن. فور اكزامبل، معلش يا دكتور محمد، حضرتك قلت اللي هي الاوزوريا دي، الارتيريا الاوزوريا دي شخصها بس بالكلينيكال بس كده، وان انا مش شايف اول برانش، هو كده شخصت الاوزوريا يعني، او شكيت فيه على الاقل؟ اللي هي ابيرنت رايت سيركيليشن، في اللي طبعا هو بيسموها الارتيريا الاوزوريا دي. بص، شيء دي الارتيريا الاوزوريا. انت بتسموها كده عشان بتبقى بتعمل السيمتوم ده. يا عم انا سبيشال دي. بص ليك طريقه. في الصوت بيقطع بيه، معلش قلت لي. بقول لك اول طريقه، سامعني كده؟ واضح كده. انا في ابارنت دي، ابارنت او اللي هي الارتيريا الاوزوريا دي، اشك فيها ازاي غير الكلينيكال؟ ماشي. ان انا ما غير بشوفش عينين كتير، بيجي ناس كتير للزوريا دول وما فيش، آه. لان معظم الادلت ما بيجوش يشتكوا بحاجه، فانا على الاقل اشكوها بالايكو ازاي؟ اول حاجه اول برانش زي ما قلت لك، اول برانش في الارش ما بيتقسمش. تاني حاجه بقى هي السلايد. ان انت عمال سامعني كده؟ صب او صب العيان ممكن ايه؟ تعمل بس عشان تسمعني، ممكن نعمل كل. طيب تاني حاجه الصوره دي يعني انا هشرحها في الفيديو، ان انا وانا بشوف السندنج الاقي ده راجع يغذي الرايت. شايفه هنا؟ يعني ابيرنت رايت سبكليفيان، طبعا ده بروفيشنال ايكو. وانت بتشوف الديسندنج هتلاقي حاجه طالعه تغذي متجهه ناحيه اليمين عشان تغذي ايه؟ الرايت ارم. لو شفنا عيان يعني اول كلو ان انت هتلاقي ده ما بيتقسمش. اول كلو تتاكد ازاي؟ تكمل ناحيه الديسندنج وتشوف هل في برانش بيكروس ناحيه الرايت ارم ولا لا، وده منظره في الايكو اللي هو الصوره دي. هبقى ابعت لكم برضو فيديو يبين القصه دي كويس قوي، العيان او اتنين من عندي. تمام؟ ممكن لو في سؤال تاني قوله، لو مش كده هنعمل ميوت بس عشان ايه؟ اكمل لكم الحته اللي جايه دي عشان مهمه جدا. تمام؟ طيب سيجمنت بيسلم سيجمنت عن طريق كونكشن. يعني ايه؟ الاتريا متوصل بفنتكل عن طريق مايترا وترايكاسبيد، والفنتكل متوصله ببلمونري اورتا عن طريق بالمونري فالف اورتيك فالف، والجريد فينز داخله الاتريوم، والسوبيريو فينا كافا وانفيريو فينا كافا. فهم ايه؟ الفينز والاتريا والفنتكل والجريد ارتري دول اسمهم ايه؟ سيجمنت من القلب. طب بمثلها بالعماره، عندك ارضي واول وثاني وثالث متوصلين بسلم واسانسير، حاجات زي كده. فانت تخيل القلب في دماغك بالطريقه دي عشان تعرف توصف مظبوط. يعني ادي اول سيجمنت اهو، قطعناه ورميناه في الهواء، البوس اتريا. تمام؟ المنظر الاتريا اللي ناحيه اليمين ده، اليمين دي المثلث تراينجلر الابندج بتاعتها، والاتريا الشمال فينجر لايك. ماشي على السريع كده. ماشي. طيب وماسك في الفنتكل عن طريق مايترا وترايكاسبيد، يبقى ده اسمه كونكشن. طيب والفنتكل ماسك في البلمونري والاورتا عن طريق اورتا بالمونري فالف، ده اسمه ايه؟ كونكشن. الفالفات كونكشن، والحاجات الثانيه سيجمنت. طيب فانت لو لقيت الانسان الطبيعي عنده مثلا ايه؟ عنده الليفر ناحيه اليمين، ستومك ناحيه الشمال، سبرين ناحيه الشمال، الرايت اتريوم ناحيه اليمين، ليفت، لقيت كل حاجه زي ما ربنا خلقها، يمين يمين، شمال شمال، اي في سي يمين، اورتا شمال. دي بنسميها احنا عندنا سايتس سوليتس، كل حاجه في مكانها، مفيش حاجه متلخبطه، مفيش حاجه مقلوبه، مفيش حاجه غير طبيعيه. فانت لما تلاقي يقول لك نورمال ارينجمنت، دي نوتس عندنا في المصطلحات اللي احنا هنكتبها في اخر الكورس، سايتس سوليتس. واخر الكورس هديكم تمبلتس لكل انواع الباثولوجيز، ازاي بتقروا وازاي تكتبوا اي تقرير. طيب لقيت العكس بقى، الليفر اللي هو بدل ما يبقى يمين بقى شمال، الاورطه بدل ما يبقى شمال لا يمين، اي في سي العكس، دي اسمها ايه؟ سايتس انفيرسس. طيب لقيت الصوره مش واضحه. يعني مش صوره بصراحه، يعني لقيت اورطه والاي في سي مش شايفه، يعني لقيت في فين تحت كده، او لقيت الليفر في النص، مش ولا يمين ولا شمال، ده واخد نص الصوره. يعني تيجي يمين تلاقيه، شمال تلاقيه. بتعمل اكس راي لعيان، لقيت الاستومك مش في اليمين، لقيت الميد لاين استومك، اي حاجه مش ليه. بتعمل مالتي سلايس سي تي العيان، لقيت يقول لك سي تي، يقول لك ايه؟ بوث لانجز ار رايت لانجز، الرايت لانج عندها ثلاثه ايه؟ برونكلز، لقيت الاثنين. فده بيسموها ايه؟ ايزوميريك، او ايه؟ ايزوميريك بيشنت. يعني ايه؟
عنده كده الحاجات، ربنا خلق لنا مثلا رايت لانج وليفت لانج، هو عنده 2 رايت لانج او 2 ليفت لانج. احنا عندنا مثلا الاسبلين في الشمال، هو عنده لا اسبلينات كتير، اسبلينز كتير، وهكذا. ماشي، دي ملخص القصه، واللي سمع منكم المحاضره هيعرف بالظبط يفرق ما بين السايتس سوليتس العادي جدا اللي هنشوف في كل المحاضرات، والسايتس انفيرسس الدنيا المقلوبه، والامبيجوس كنت بحفظه لكم في المحاضره بطريقه سهله. قلنا عندنا نوعين من الايزوميريزم، رايت ايزوميريزم وليفت ايزوميريزم. يا دكتور محمد عايزين نبسط الدنيا، في ناس عايزين بس يبك الكلو، لان الحاجات دي طبعا صعبه في التشخيص. انا بقول لك التشخيص سهل جدا، ان انت تيجي في السب كوستال وتحط في نص الفرتبري خط وهمي بعينك. الطبيعي تلاقي الاورطه في ناحيه والاي بي سي في ناحيه، هتلاقي مثلا اورطه شمال والاي بي سي يمين، او لو انفيرسس الاورطه يمين والاي بي سي شمال. لو لقيت الكورتين اللي انت بتدور عليهم عشان تحكم بيهم السايتس على نفس الناحيه وانت مغمض، سايتس امبيجوس. ونبدا نتكلم بقى رايت ولا ليفت زي المحاضره بالظبط، انا مبسطها لكم. رايت ولا ليفت ازاي؟ ماشي. هنقول هنا حاجات كتير بتعرفنا. هنا مثلا لو انا عندي هنا الاورطه قدامه اي في سي، اي في سي انا اعرف ازاي يا دكتور محمد اي في سي دي؟ بقى ده الكلينيكال، ده احنا الاي في سي هو اكتر علامه مميزه للرايت اتريم. يعني انت اي حاجه ممكن تدخل في الرايت اتريم من اي حاجه، يعني بالمونري ممكن يخش في الرايت اتريم، السويري فينا كافا يروح في الليفت اتريم، لكن الاي في سي بنسبه 95% لازم يفتح في الرايت اتريم. فانت ذا موست شور استراكشر يعرفك مكان الرايت اتريم هو الاي في سي. فانت لو جيت بتبص في السب كوستال لقيت استراكشر داخل من المعدي جوه الليفر وداخل رايت اتريم، تمام، ده الاي في سي. لقيت الاي في سي من الاخر يعني رايت ايزوميريزم، ما لقيتش الاي في سي بالنسبه لمستواك لسه وانت سسبكتد ليفت ايزوميريزم. اسهل طريقه يبقى تاني خط وهمي في نص الفيرتبرا، الكورتين واحده يمين واحده شمال، سايتس سوليتس او انفيرسس. طب الاثنين في نفس الاتجاه، انا هو كده اقول ايزوميريك. هل هو رايت ولا ليفت؟ في اي بي سي ولا ما فيش؟ اسهل طريقه تتعامل بيها مع العيان ده، طب ما لقيتش اي بي سي، لقيت في فين تاني ما بيخش رايت اتريم اسمه ازايجوس او ازايجوس، ليفت ايزوميريزم. ماشي، اللي هيسمع المحاضره وهنشوفها في عيان هجيب لكم عيان معقد جدا نشوف لكم القصه دي فيه. والجزء الرابع من المحاضره دي كان بيتكلم ازاي اعرف ان الرايت اتريم رايت والليفت اتريم ليفت، وقلنا الجدول ده بيلخص القصه. انا هقول لكم الخلاصه. الرايت اتريال ابندج شكلها تريانجولار، هنشوفها مع دكتور حسين. الليفت اتريال ابندج شكلها زي الصباع، فينجر لايك، دول اكتر حاجه. الرايت اتريم بيخشوا اي في سي وكروناري ساينس. كروناري ساينس ده سهل نشوفه، سهل يشوفه جدا. الدكتور حسين هيوريه لنا في الفور تشامبر، بنتني ايدينا لورا، يعني بنقفل الميترال فالف، هنشوفه هتبقى بالنسبه لنا سهل جدا. اي بي سي وكروناري ساينس يبقى ده داخل في تشامبر ايا كان مكانها. اصل الواحد يقول ايه، ما التشامبر اللي ناحيه اليمين تبقى رايت والناحيه الشمال يبقى ليفت، ما كانش حد غلب. ده احنا يعني في حاجات بنوصل لمرحله المالتي سلايسيتي والام ار اي عشان نعرف المورفولوجي بتاع التشامبر. طب الليفت اتريم بيخشوا البلمونري فينز، الابندج. انا بالنسبه لي الابندج في الرايت اتريم، الابندج تريانجولار والاي بي سي. ماشي، ده المنظر بتاع الليفت اتريال ابندج بتبقى فينجر لايك كده، وده منظر الرايت اتريال ايه ابندج بتبقى تريانجولار كده. تمام، بصوا هنا الليفت اتريم بيخشوا بالمونري فينز. ماشي، بالمونري فين ماشي في السوبرا ستينال فيو. فاكرين السوبرا ستينال فيو؟ قلت لكم الفيو الصعب بتاع علامه يساوي اللي هو رايت بالمونري، فوقها دايره سنج اورتا وتحتها مربع. المربع ده اطرافه ماشي بيسموها كراب فيو زي الكابوريا، اللي هي ايه بالمونري فينز الاربعه. يبقى عشان ليفت اتريم بيخشوا بالمونري فين. طب هل البالمونري فينز لازم يخشوا في الليفت اتريم؟ لا، ممكن يخشوا في الرايت اتريم او يروحوا سوبيري فينا كافا، اسمه توتال انوماليز. فعشان كده البالمونري فينز مش علامه اكيده للليفت اتريم، لان هم ممكن يخشوا يعني في اكسبشن للقاعده. لكن الاي بي سي بنسبه 99% بتخش فين؟ في الرايت اتريم. طيب، وبعد كده اتكلمنا على بعد ما اشوف الاتريا، لقيت الاتريا اليمين يمين والشمال شمال، اقول اتريال سايتس سوليتس. المعكوسين انفيرسس، لقيت الاثنين رايت اتريم. واحد يقول ايه ده، وانا ممكن الاقي اثنين رايت اتريم؟ اقول له الاثنين تريانجولار ابندج. الاقي اثنين ليفت اتريم، الاقي الاثنين فينجر لايك ابندج، واثنين بالمونري فين رايحين هنا، واثنين بالمونري.
الموضوع نوت ذات سيمبل، بس يعني لو انت لقيتها ما تتخضش. بعد كده اتكلمنا على الفيديو بتاع الامبريولوجي، وقلنا ان احنا زمان في الامبريولوجي الهارت كان انبوبه واحده طويله، والانبوبه دي اتنت بالشكل اللي على ده اللي هو ده. لما اتنت كده الاتريا بقى ورا، والفنتكل بقى قدام، والاوت فلو ده اللي هو الاورتا والبلمونري اللي هيعمل اورتا بالمونري بقى قدام حاجه اسمها بالباس كوردس اللي هي هتكون الرايت فنتكل. طب ايه اهميتها يا دكتور محمد؟ انت مصعب لنا الموضوع وامبريولوجي ووجع دماغ. بصوا الحته دي لو انت فهمتها هتبقى عارف تشخص حاجات سهله قوي. يعني الامبريولوجي A وفي وبي وتي اللي هي الاتريال بارت اللي ورا، الفينس بارت اللي هنا، البالباس كوردس اللي هي اللي هتكون الرايت فنتكل، اللي هي الترانكس اللي بره اللي فوق دي اللي هتعمل الترانكس الاورتا والبلمونري. لو اتنت بالطريقه دي اللي هي الرابid جروث خلاها تترمي الناحيه دي، هيطلع لك النورمال هارت اللي هو ايه؟ الرايت فنتكل قدامه الاورتا والبلمونري، وبعد كده بيحصل سيرتن انجيليشن تخلي الاورتا يبقى قدام الليفت فنتكل. طب نفترض المنظر لا، اترمت الانبوبه وهي بتكبر بقى الحته اللي هي طلعت الكرش اللي طلع لها ده اترمى الناحيه الثانيه، هيعمل لك المنظر بتاع الايه السي سي تي جي اي اللي احنا قلنا عليها، اللي هي خلى ايه؟ خلى مخرج الاورتا والبلمونري الناحيه الثانيه، يعني يخلي لك الفنتكل اللي هي ليفت رايت ليفت ورايت ليفت رايت. الحته دي طبعا للي هيبقوا انفيزيف كارديولوجيست يعرف يشخص فيها التايني ديتيلز في القصه دي. طيب في الشورت اكسس زي ما نشوف مع دكتور حسين علامه المرسيدس وجنبها البلمونري، يعني لازم تلاقي دايره اللي هي الاورطه وجنبها ستراكشر بالطول. ليه بيبان كده؟ لان هم بيقطعوا بعض بالعرض، في حاجه اسمها كروسنج اوفر او كروسنج ايه للجريت ارتريز. طب افرض انت بيجي شورت اكسس لقيت دايرتين، لا ايه يا جماعه ده؟ انا متعود ان انا الاقي دايره ومستطيل، دايره وحاجه جنبها. لو لقيتهم كده يبقى ده ابنورمال فيشن مبدئيا، يبقى ده اول حاجه ان هو ابنورمال. عن طريق علاقه الدايرتين ببعض بقدر اقول ده نورمال ارينجمنت. طبعا هيبقى هنا في الاول نورمال بس دورف، تمام، عشان بني دايرتين، او دي اسمها دي تي جي اي. هقول لكم طريقه سهله في الاخر. او هنا ال تي جي اي او انفيرتد ريليشن شيب. طيب انا هسهل لكم الدايرتين دي ازاي، زي اللي سمع المحاضره عارف طبعا. الطبيعي لو لقيت دايرتين البلمونري قدام، يعني لو انا جيت دلوقتي فتحت صدر حد، اول حاجه تيجي في وش البلمونري، بالمونري رايت فنتك هو كده، لا بالمونري في وشك اول حاجه تقابلك، فالبلمونري هيبان لي قدام. طب لو هو دورف بس نورمال ريليشن، بالمونري قدام، ما هو نورمال ريليشن. طب لو انت لخبطت الريليشن الاورطه يطلع قدام. لو الاورطه طلع قدام عندك احتمالين، دي تي جي اي اللي هو المنظر ده، او ال تي جي اي اللي هو المنظر ده. طب اعرفهم ازاي؟ لو الاورطه ناحيه اليمين دي تي جي اي، لو الاورطه ناحيه الشمال ال تي جي اي. تاني، لو انا العيان لقيته دايرتين، ماشي، لو لقيته دايره واستراكشر بالطول دي سهله قوي. طب لو لقيته دايرتين البلمونري قدام، اخد نفس اقول الحمد لله على الاقل الارتريز محافظين على النورمال ريليشن، ان البلمونري قدامه الاورطه ورا، القصير قدامه الطويل ورا، هي كده. طب لقيته لا الاورطه اللي قدامه البلمونري ورا، هسال نفسي السؤال بسيط جدا، قدام ناحيه اليمين دي تي جي اي، قدام ناحيه الشمال ال تي جي اي. اسهل طريقه ومش هتلاقوا بعد كده. ال لوبينج اللي هو الايه السي سي تي جي اي، بعرفها ازاي؟ انا بقولها لكم انتوا سيمبل يعني. لو انت جيت تفتح شكل الهارت اللي انت هتتقنه مع دكتور حسين ولقيت الهارت مكعبل كده، مش راضي يفتح معاك بشكل حلو، شكله بمنظر، بص لا لا يا جماعه ده الهارت ده مش اورينتد ويل، انا متعود على كونتور كويس للقلب، لا بتحس ايه ده؟ ايه القلب ده؟ الاتري او الفنتكل مش راكبين كانهم معجونين على بعض كده، تشك انها دي ان الرايت اتريوم فتح في الليفت فنتكل والليفت اتريوم فتح في الرايت فنتكل. ما تاخدش شكل ان لازم الرايت يفتح في الرايت والليفت يفتح في الليفت، وخصوصا لو شفت المنظر بتاع الحته المكعبله دي. القاعده اللي شرحناها تاني وكانت سهله قوي، اللي يسمع الفيديو هيلاقي الموضوع بسيط، ان الفالف انا كنت بقول لهم ايه؟ الجواب بيبان من عنوانه، الفنتكل بيبان من عنوانه او بابه، اللي هو ايه؟ يعني ايه يا دكتور محمد؟ الطريقه دي سهله جدا ان انت تتقن تايدنتيفاي الاستراكشرز جوه القلب. ازاي؟ يعني ما ينفعش تقول لي مايترال فالف فاتح في رايت فنتكل، استحاله تحصل. ليه؟ هي اتبصمت كده ان المايترال هو الباب بتاع الليفت فنتكل،
والترايكاسبيد هو الباب بتاع الرايت فنتكل، عشان وانت بتوصف ما تتلخبطش. يعني بمعنى اصح، ودي هتسهل لك الوصف، لو انت شطور كده وعرفت في اخر المحاضرات ان ده مايترال وانت مغمض اللي تحته ده ليفت فنتكل، لو انت اتاكدت ان ده ترايكاسبيد ده رايت فنتكل. طب وانا عارف يا دكتور محمد ازاي المايترال ده؟ انا غلبان خالص، انا لسه اول مره اشوف ايكو وامسك بروب ايكو. هقول لك ان زي ما هنشوف هنا دلوقتي المايترال ما بيمسكش في السبتم خالص، يعني ماشي رير كيسز في حاجات كومبلكس يمسك باكسترا كوردي. يعني الليفت فنتكل السبتم بتاعه ممسوح. طب الترايكاسبيد يمسك في اي حته في السبتم وفي البوستيريور وول، واسمه ترايكاسبيد 3 ليفلت، فهيمسك في كل الحتت طبعا. فالحاجه اللي بتعرفني المايترال اللي بعرف منها الليفت فنتكل الشور بالنسبه لي بنسبه 99% ان الليفت فنتكل ممسوح من ناحيه السبتم. سوري. ف وانتوا بتعملوا كلينيكال مع دكتور حسين، راجع في حاجات دماغك الحاجات دي، وانت ما تحطش ايدك تقول انا جبت الفيو. ما انت هتجيب الفيو، انت عايز تحضر كورس ايكو ما تجيبش الفيو. ما انا عارف انت هتجيب الفيو، انا عايزك تجيب الفيو والباثولوجي، وهتعرف ديسيجن ميكنج. هتشوف في اخر الكورس هتعرف امتى العيان ده يعمل جراحه، امتى العيان ده اجله، امتى العيان ده في الحضانه اعمل له كده، امتى في الرعايه اعمل له انتروبس. هتشوفوا القصه مش جاست عمليه، هتبقى نظريه وعمليه بطريقه براكتيكال. الار في والال في سهله قوي قوي قوي. وانت بتحط ايدك على البروب مع دكتور حسين هتلاقي في فينتكل خشن ريزل، في مودريتور باند في نصه، وفينتكل سموث السيرتال سيرفيس بتاعه ناعم اللي هو الليفت فينتكل. الار في خشن ترابيكيوليتد في مودريتور باند، ده ار في طبعا فاتح في ترايكاسبيد. الفينتكل بيبان من عنوانه من جوابه. طب الليفت فينتكل الطيب الناعم شايفينه ابيكال سموث تمام، والميترال ما بيمسكش في السبتم تمام. طبعا دي سريعا كده عشان المحاضره جايبه ده كله. طيب انا بقى خلاص يا دكتور محمد، انا خلاص عرفت ان ده رايت اتريوم وده ليفت فنتكل، بوصلهم ببعض كاني كده في ابتدائي وبوصل. الرايت اتريوم واصل بايه؟ برايت فنتكل، يبقى اسمه ايه بقى؟ بسميها مصطلح عندنا اسمه كونكوردنت. يعني ايه؟ يعني فاتح في اللي زيه، اللي زيه اللي هي الرايت فاتح في الرايت، الليفت فاتح في الليفت. يعني لو الرايت اتريوم فاتح في الرايت فنتكل تقول اتريو فنتريكولار كونكوردنت، يعني اتريوم والفنتكل اصحاب. طيب لو الليفت فنتكل فاتح فيه الليفت اتريوم ده كونكوردنت. طب العكس بقى اللي هي ليفت رايت ليفت بتاعت الكونجنتال كوركتد او ال تي جي، ليفت اتريوم فاتح في رايت فنتكل، توصفها ازاي انت في الايكو؟ ما تكتبش كده، هتكتب اتريو فنتريكولار ديسكوردنت، مش اصحاب ما نعرفش بعض. الرايت اتريوم فاتح في الليفت فنتكل تمام. بطريقه بسيطه خالص الموضوع هيبقى بسيط. يبقى عندنا احتمالاتنا ان كل واحد فاتح في اللي شبهه كونكوردنت، كل واحد فاتح في اللي عكسه ديسكوردنت. الاحتمال الثالث بقى الاحتمال المعقد، انت اصلا مش لاقي ترايكاسبيد مقفول اتريزيا، انت اصلا مش لاقي مايترال اتريزيا تمام. او تلاقي المايترال والترايكاسبيد اصلا فاتحين على بعض شارع اللي هي كومان ايفي كانال، الحاجات دي هنشوفها. او حاجه اسمها دبل اند ليفت فنتكل، يعني ليفت فنتكل طماع واخد الميترا والتركاز من ناحيته. واحد يقول لي طب اشمعنى الليفت فنتكل اللي طمع؟ اقول لكم بقى فاكرين لما قلت لكم الحته دي مهمه؟ فاكرين لما قلت لكم الاتريا كان فاتح امبريولوجيكالي في الفي اللي هي هتبقى ليفت فنتكل؟ ما هو الاتريا بيفتح في الفنتكل بايه؟ بالميترا والترايكاسبيد. فلو حصل مشكله في الامبريولوجي والروتيشن ما كملش، فالطبيعي اللي لو الميترا والترايكاسبيد حبوا يفتحوا في فنتكل من الاثنين، يفتحوا فين؟ ليفت فنتكل وانت مغمض. دبل انلت ليفت فنتكل، ما تقوليش بقى اصل المورفولوجي هو ليفت فنتكل. طب لو خلينا بقى نقول لكم التكه الثانيه. طب لو قلت لك في فنتكل طمع وخد 2 جريد ارتريز دبل اوتلت، تقول لي ايه؟ عشان مش الرسمه دي رايت فنتكل دبل اوتلت رايت فنتكل ماشي. ليه؟ عشان انت فهمت الامبريولوجي والحته دي ان الاتريا كان فتح في مكان اللي هيعمل ليفت فنتكل، والجريد ارتريز كانوا خارجين من المكان اللي هيكون رايت فنتكل. لو ما حصلش التويستنج والديفيجن بشكل كويس، يحصل الابنورماليتي اللي ايه اللي هتشوفوها في الكلينيكال كيسز. بعد كده دخلنا في اصعب حته في المحاضره، حاجه اسمها ايه؟ يوني فنتريكولار هارت.
كان لازم اقولها لكم عشان تبقوا عارفين عنها فكره، لان انت هتقابل وانت في الرعايه في الحضانه يقول لك العيان ده هنمشي في سكه حاجه اسمها سنجل فنتكل. يعني ايه سنجل فنتكل؟ طبعا لازم تبقى فاهم على الاقل، يعني حتى فور يور كلينيكال سينس، او تبقى عارف العيان ده هتقول له تروح فين وتيجي منين. قال لك في بعض العيانين انت الجراح كده مسك القلب، يجيبه يمين يجيبه شمال عشان يقفل يعني الديفكتات الموجوده ويخليه زي الانسان الطبيعي. مش عارف، استحاله. استحاله يعني استحاله. قال لك خلاص احنا هنخترع عمليات بديله تخلينا كانهم فنتركل واحد. انا هعتبر ان الرايت ليفت فنتركل دول اللي في بينهم ديفكت في هم وظيفه واحد فنتركل، والتاني هريحه. قال لك طب احنا نقدر نريح مين؟ انا اقدر اخد السوبيريور فينا كافا والانفيريور فينا كافا، احطهم في مراحل جراحيه على بالمونري ارتري. فبدل ما يبقى في الرايت فنتكل يزق الدم للبلمونري ارتري، لا انا هريحه خالص. انا مش عايز، لان الفنتكل دول هنا بيتعبوا بسرعه لان هم بيتعاملوا معامله الليفت سنجل فنتكل. باختصار كده، ايه الامثله اللي لازم احطها في دماغي وانا احفظها الحته دي، اللي لو شفتها في عيان اقول له انت هتمشي في عمليه سنجل فنتكل؟ اول احتمال فالف مقفول. يعني ايه؟ ترايكاسبيد اتريزيا. هو في جراح هيخش يفتح مكان ترايكاسبيد يحط مفيش حاجه اسمها كده. مايترال اتريزيا خلاص. طيب تاني حاجه كومان اي في فالف. واحد يقول لي ثواني، ايه ده كومان اي في فالف؟ ده احنا نص العيانين اللي عندنا كومان اي في. اقول له استنى عليا. ويز سنجل فنتكل يعني ايه؟ يعني لقيت الرايت فنتكل كبير قوي والليفت فنتكل صغير جدا. طب الجراح هيخش يعمل ايه؟ هيخش يقفل الرايت فنتكل يبقى قد كده، وليفت فنتكل يجي يشيل اورطه مش هيقدرش يشيله لغايه مش هيعرف. فقال لك الكاتيجوري بتاعت الكومن ايفي كانال. عشان كده واحنا بنشوف عينين كومن ايفي كانال بنحكم على حاجه اسمها بالانسد ولا مش بالانسد. يعني ايه بالانسد؟ يعني الليفت فنتكل قد الرايت فنتكل ويشيلوا، يعني يعتمد عليهم لو قفلنا. يعني لو الجراح جامد قلبه كده وقسم الرايت خلاه ناحيه الرايت والليفت ناحيه الليفت، يجي منهم يعني يشيلوا الليله، ولا مقصروا معانا وما يقدروش يشيلوا الليله العين يفطس مننا. دي بالبلدي كده الموضوع ببساطه. طيب دبل ان في ليفت فنتكل، يعني انت عندك الميترا وترايكاسبيد من والعيان في بطن مامته فاتحين في الليفت فنتكل. هي كده الجراح بقى يعمل لهم ايه؟ كوبري يعني؟ لا، هي مفيش كباري في المناطق دي. ماشي، يبقى ده الرسمه اهي. عندك ترايكاسبيد اتريزيا، ميترال اتريزيا، كومن اي في فالف، وشايفين الرايت فنتكل صغنطوط خالص ملوش لازمه، والليفت فنتكل كبير او دبل ان ليفت فنتكل قصدي، وكومن اي في فالف. طيب لازم اصعب الدنيا عليكم شويه وهفهمكم مصطلحات هتقروها في الايكو. حاجه اسمها اوفر رايدنج اللي الدكتور سالني عليها في اول محاضره، وحاجه اسمها سترادلينج. ايه الفرق بينهم؟ اقول لك. انا دلوقتي جيت وقفت من غير ما امسك بايدي حاجه ما بين حتتين، بقيت انا شايف الناحيه اليمين والشمال، متوسط نفسي ما بينهم، بس من غير ما احط مد ايدي وامسك في الحيطه اليمين او الشمال. اسمي نفسي اوفر رايدنج. يعني انا بتفرج، انا واقف فوق التشامبرز دي بتفرج عليهم. طب انا دلوقتي بقى مايترال، عندي كوردي، ايدي فيها كوردي. بدل ما افتح في الليفت فنتكل بس، يعني يبقى قدامي ليفت فنتكل بس، وسطنت نفسي وخليت نفسي باصص على الليفت فنتكل والرايت فنتكل، ومديت ايدي كمان مسكت في الرايت فنتكل. لو مديت ايدي اسمي سترادلينج. لو خليت ايدي جنبي وباصص بس، انا يعني بقيت شايف الرايت فنتكل وواخد جزء من المساحه اللي بتبص عليه، اسمه اوفر رايدنج. مفيش ابسط من كده. اوفر رايدنج وسترادلينج ايه التشبيه ده؟ باصص بس اوفر رايدنج، ماسك سترادلينج. الارتيريال مورفولوجي سهله جدا وانتوا هتشوفوها في البراكتس. وانت بتفتح جريت ارتري مع دكتور حسين في العملي، لو لقيت ارتري بالمواصفات الاتيه: ارتري بيدي كروناريز في اوله، لقيت كروناريز بتطلع منه، ماشي، اول بيطلع فوق بيطلع ويعمل ارش في النك وبيطلع جريت ارتريز ثلاثه اللي هم البريكيوفاليك، ده اورطه. طب واحد يقول لي ما انا ممكن اتلخبط بينه وبين البلمونري لو العيان كومبلكس. اقول له لا، البلمونري محترم، اول ما بيبدا بمسافه صغيره يتقسم. يقول لك يعترف من اول قلم اللي هو انا بلمونري، اللي هو ما يستناش بقى يروح طالع بترانك طويل ويلف، ولا بيلف ولا بيدور. لو لقيت استراكشر او فيسل اول ما طلع اتقسم نصين، ده بلمونري. هتشوفوها مع دكتور حسين في العملي، ودي اكتر طريقه سهله لتذكر الفرق بين الاورطه والبلمونري. طبعا مفيش حد يقدر يغلط بينهم، بس يعني ايه،
ان كيس. وبنفس الطريقه لما بعد ما عرفت الرايت فنتكل من الليفت فنتكل والاورطه من البلمونري، لو لقيت الليفت فنتكل فتح في الاورطه صاحبه كونكوردنت فنتريكولار ارتيريا، لو لقيت الرايت فنتكل فتح في البلمونري صاحبه كونكوردنت، العكس ديسكوردنس. تمام. طب في احتمال تاني، او ما انا لسه قايل لك ان ممكن الرايت فنتكل يطمع في الاثنين جريت ارتريز يبقى اسمها دبل اوتلت، او ما يبقاش في سبايرال سيبتم بيتبقى لهم اسمها ترانكس. دي كل احتمالات اللي ممكن تشوفها في تقرير او تشوفها عن الكونكوردنس ده. طب في احتمال خامس، ان الاورطه مقفول اتريزيا والمونري مقفول اتريزيا. يبقى انت اما نيجي نشرح حصه الريبورت اللي اقول لك سايتس سوليدس، اتريو فنتريكولار كونكوردنس، فنتريكولو ارتيريال كونكوردنس، فينوس درينج روما، لازم هو ده الابروتش اللي هتمشي بيه. ليه؟ هو انت لازم اما تعمل ايكو عندك تقدر تكلمني في التليفون ساعتين تقول لي اصل الميترا اللي واصل لكده واللي انت تقول لي 4-5 جمل، انا خلاص فهمت. ده عيان دور فالو، شكرا، اديله كذا. ده عيان بالمونري اتريزيا سنجل فنتك، اديله كذا. خلاص انت بمجرد ما توصف لي الوصف ده انا اقدر اقول لك التشخيص من غير ما نوجع دماغنا خالص بجمل طويله. كوميتمنت، يعني ايه كوميتمنت؟ برضه هوصف لكم ايه يعني ايه كوميتمنت. يعني ان انا لو انا عندي الميترال مثلا كوميتد للليفت اتري، سوري للليفت فنتكل، والترايكاسبيد لو اورتا اوفر رايدنج يبقى كده فقد الكوميتمنت وبقى اوفر رايدنج اورتا. يعني انا بالنسبه لي ما تركزوش مع المصطلح ده عشان ما يلخبطكوش خالص بتاع الكوميتمنت. ماشي. رسومات فرق بين ديرف ودولف، وقلنا ليه دبل اند ليفت فنتكل وليه اشمعنى دبل اوت رايت فنتكل، عشان الامبريولوجي. وهنشوف بعض الحالات اللي هنجيبها لكم في كلينيكال حاجه اسمها بيرزيستنت ليفت سبيري فينا كاب. انا هقول لكم هنا التكه ليه بندور عليها اصلا. انت العيان ده لو عنده كونجنتال هارت ديزيز وهيخش جراح، جزء من الجراحه يا دكاتره ان الجراح بيعمل كانيوليشن للفينز اللي داخله الهارت والارتريز اللي خارجه من الهارت عشان الهارت يبقى ناشف وهو بيشتغل. ما ينفعش يجي يشتغل يلاقي دم جوه الهارت، ما هو مش هيعرف يشتغل. فبيخلي الدم ده يروح لمكنه القلب، يبدا يحصل له اكسجينيشن بقى وقصه وبتاع، ويوصل للبرين طبعا عشان البرين مش هيعرف يقف الفتره دي كلها، ويخلي القلب فاضي من جوه. طب انت قايل له ان العيان عنده سوبيري فينا كافا واحده زي بقيه البشر اللي هي الرايت، وهو دخل فتح القلب لقى دم جواه. طبعا العين غير العين هينزف والجراحه والعين ممكن يبقى مزد وبتاع. فقدان تشخيص ليفت سوبيريور فينا كافا يعرض العين لخطر جوه العمليه. اكثر اهميه للسوبيريور فينا كافا اللي هي ايه؟ قصه العمليه. ايه بقى مصطلح الانومالاس بالمونري فينس ريتيرن كونكشن؟ قال لك البلمونري فينز دول في الامبريولوجي زي ما شرح في المحاضره كانوا ورا الليفت اتريوم في كيس، يعني مجمعين نفسهم كده في كيس اسمه بالمونري فينس كونفلونس. وكان الطبيعي زي ما ربنا خالق ان هم بيقربوا رويدا من الليفت اتريوم ويفتحوا في ظهره، فيبقى الكيس فتح في الليفت اتريوم، زيتنا في دقيقنا خلاص البلمونري فينز فاتحين في الليفت اتريوم. اذا فجاه ان هم يغيروا اتجاههم بيقول لك لا، انا ليه كل مره افتح في الليفت اتريوم؟ طب ما انا ممكن افتح في الرايت اتريوم، فابقى اسمي كاردياك تايب انوماليس، او افتح في الكوروناري ساينس اللي هو معدي ورا الليفت اتريوم. خد بالك الليفت اتريوم زي ما هنشوف يا دكتور حسين معدي وراه الفينس درينج اوف ذا هارت اسمه كوروناري ساينس عشان يفتح في الرايت اتريوم. قال لك طب انا بدل ما افتح في الليفت اتريوم افتح في الماسوره المعديه دي، او اطلع فوق افتح في السوبري فينا كافا اللي هتروح في الاخر رايت اتريوم، او انزل تحت اعدي الدايفرام وافتح في الانفيريور فينا كافا اللي هتروح في الاخر رايت اتريوم. فالبلمونري فينز ممكن تفتح في اي حته، سواء كلها فسميها توتال، او سواء جزء منها فسميه بارشل. مهمه، لو فتحت في حاجه فوق القلب زي السوبري فينا كافا هسميها ايه؟ سوبراكاردياك توتال انوماليز. طب لو فتحت في الانفيريور فينا كافا اللي هو تحت القلب هسميها انفراكاردياك توتال انوماليز. طب لو فتحت في الكوروناري ساينس او في الرايت اتريوم اللي هو في مستوى القلب هسميهم كاردياك تايب توتال انوماليز. وده اللي يهمني تبقى عارفه، وكتر خير الدنيا لما تشوف حاجه داخله هنا وتقول لي ده سوبرا كاردياك توتال، يا نهار ده كده زي الفل قوي. دي المحاضره الثانيه سوري بقى طولت عليكم، بس انا عايز اسمع منكم لو في اسئله فيها، لان انا عارف انهم اصعب محاضرتين وانا متعمد والله اصعبهم للدرجه دي عشان في الكلينيكا لما نشوف حالات نستفيد منها. ما تقدرش تسال دكتور حسين بقى وتقول له يعني ايه سوبرا كارديك ويعني ايه انفرا كارديك. استفيد من الكلينيكال، يعني انا ليه حطيت ايدي كده وليه ده طالع كبير وليه ده صغير، انا لا انا فين الابندج فين.
استفيد من الكلينيكال. وده اهميه ان احنا نفصل النظري، تبقى تسمعه براحتك وتروح بقى رايق خالص للعملي، تشرب كوبايه القهوه بتاعتك، تمسك البروب، تبقى عندك وقت، ما تبقاش مصدع عايز تمشي، اللي زي ما كان بيحصل في الكورسات اللي فاتت. كنا ناخد يوم طويل نظري، تخيل، وتلاقي نفسك في الاخر مش قادر اصلا تحط البروب على عايز تمشي. فان شاء الله يعني اتمنى باذن الله تدوني فيدباك وتحطوا لي فيديوهات، وانس تبدا تشتغل تحطوا لي فيديوهات على الجروب. انا يا دكتور شخصت كده، ده صح ولا غلط؟ الفانكشن كده متاخده صح ولا غلط؟ دي تي جي اي ولا لا؟ البي دي اي ده منظرها ولا لا؟ دي ثرومبس ولا لا؟ انا بفرح جدا ولما تشخصوا حالات زي دي، وان شاء الله بالاستفاده الكامله ليكم يا دكاتره. انا مستني لو في اي استفسارات قولوا لي عليه. انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اخش انا ولا حد اعمل لكم ميوت ولا حاجه ولا ايه؟ اسك قلت ان ميوت. ميرسي تمام. جدا دكتور محمد على المحاضره، وتسلم. كنا بس الله عايزين يكرمك. نعرف ايه الله يخليك، والله تسلم، جزاك الله خير. كنا عايزين نعرف ايه بس الحالات اللي هتبقى موجوده ان شاء الله الجمعه، عشان نبقى مركزين على الموضوع اقرا نظريا يعني ان شاء الله باذن الله. بص احنا يعني هو غالبا في اول حصه بنبقى مركزين مع الحاجه اللي تعلمكم اناتومي كويس وجريدينت كويس، ماشي. فغالبا هيبقى في حاله فيها اناتومي، يعني فيها تشامبر انلارجمنت، فيها ام مود، فيها تعرفوا الفيوهات كويس، عشان لو انت ما عرفتش شكل النورمال انت ويل نيفر جيت سامي. تاني حاله هيبقى فيها فالفولار ليجن، ايا كان فالفولار ليجن، عشان نعرفكم اهميه الدوبلر والبالسد والكونتينوس وازاي تاخد تريس هي القصه دي كده. لو خلصنا باول حصه بالبيزكس، هاو تو دو فانكشنال ايكو، هاو تو ديتكت جريدينت، ستينوزيس، ريجرجيتيشن، بالمونري بريشر، ده رائع جدا جدا على مستوى اول حصه. بعد كده هيبقى الباثولوجيز هتتوالى بقى، الفالو والدورب والقصص دي كلها. تمام يا شباب، لو حد عنده اسئله انا منتظر. اتفضلي دكتوره مها. دكتوره مها رفع ايديها، حد رفع ايده. لو حد عنده اسئله يا شباب في الجزء النظري قبل بدايه العملي. طبعا ايه ده دكتوره دعاء مشرفانا يعني، خلاص بروف في الايكو، وان شاء الله يا رب تبقى يعني نضيف لها اي حاجه. طبعا هي استاذه كبيره في ابو الريش، ربنا يكرمك يا دعاء. ازيك يا دكتور محمد، عامل ايه؟ الله يكرمك يا رب، ربنا يكرمك، شرف كبير لنا والله حضورك الكورس يعني. وان شاء الله نكون يعني نعمل اي حاجه يعني جديده على المعلومات اللي عندك ان شاء الله. لا احنا كويسين بس في الفانكشنال، بس محتاجه الكونجنتال ضروري يعني، عشان نسيته بقالي كتير قوي ما اشتغلتش بيه. غطي كونجنتال بحاجات ما تتخيلهاش، فيعني لا بجد والله. بس البيزكس هاو تو جيت الباثولوجي مهم يعني. عرفت ازاي ان ده دور، عرفت ازاي اوفر رايدنج، سترادلينج، القصه دي مهمه، بحيث ان ما تاخدش وقت وانتوا مع حسين في العملي، نعرف نشوف العيانين بسهوله ونطلع الفيديوهات بطريقه كويسه. ان شاء الله يا دكتور محمد، تسلم ايدك. الله يكرمك يا دكتور، ربنا يحفظك يا رب. شكرا شكرا دكتور عيان. حد تاني يا شباب عنده اي استفسارات او اسئله؟ تمام كله تمام يعني. طيب خلاص. طبعا لو في اي حد افتكر اي اسئله او اي حاجه يقدر يحطها على الجروب، يبعت لي برايفت برده، ما عنديش مشكله. اي حد حتى لو مكسوف يحط في الجروب، عايز تبعت لي فيديوهات برايفت ما فيش مشكله خالص، في الفري. وان شاء الله كلنا بنتعلم، نبدا وبنزود مهاراتنا مع الوقت ان شاء الله، بالاستفاده الكامله ليكم يا دكاتره. اشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم.